تخيل تصحى في يوم عادي، تمشي في الشارع، تضحك، تتكلم، تحلم، وفجأة جسمك يبدأ يتحول لنار. مش مرض، مش لعنة، مش حتى موت، انت لسه عايش لكنك بتتحول لوحش مشتعل هيحرق كل حاجة حواليه. وده بالظبط اللي حصل للعالم. عالم بقى فيه الإنسان ممكن يتحول في أي لحظة لجحيم متحرك. عالم بقت فيه النار هي اللي بتتحكم في كل شيء. لكن وسط كل ده ظهر شاب الناس كانت بتسميه الشيطان، مش لأنه شرير لكن لأن ابتسامته كانت بتخوف أي حد يشوفها. شاب حلمه كان بسيط، يبقى بطل، لكن كل خطوة أخدها قربته من حقيقة مرعبة، حقيقة أكبر من الوحوش، أكبر من الحرايق، وأكبر حتى من العالم نفسه. مؤامرة عمرها مئات السنين، عبادة مجنونة مستعدة تحرق البشرية كلها، وأسرارها تخليك تشك في كل حاجة كنت فاكر إنك فاهمها. من أول شرارة لحد نهاية العالم، من أول ذهول لشنرا لحد المعركة اللي هتحدد مصير البشرية كلها. استعد، لأن اللي هتشوفه النهاردة مش مجرد قصة عن رجال الإطفاء، دي قصة عن الجحيم نفسه. وعشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نبدأ الحكاية. بيبدأ الانمي بتاعنا داخل عربة قطار مليانة ناس، وفجأة بام، راكب من الركاب بيتحول فجأة لوحش مرعب من النار، والناس بتترعب وبتجري في كل حتة. ووسط الدخان ده بنشوف شاب واقف ثابت ومش خايف من اللي بيحصل، وبدل ما يبان عليه الرعب بنلاقي على وشه ابتسامة غريبة واسنانه بتكون حادة زي الكرش. وده يا اصدقائي يبقى هو شينرا بطل قصتنا، واقف قدام وحش النار بكل شجاعة ومش همه حاجة. وفي تلك الأثناء بتوصل فرقة مكافحة الوحوش واللي اسمها الفرقة الثامنة، وبتخلي مكان من المدنيين وبيقول لشينرا ابعد يلا من هنا، المكان ده خطير. وبيستعد عشان يخلص على الوحش ده، والقائد بيقول للراهبة انها تقول الأدعية بتاعتها قبل ما يموتوا الوحش عشان مش يتعذب وهو بيموت. وفعلا بتعمل كده، وساعتها أعضاء الفرقة بيطلقوا طلقات نارية على الوحش، والقائد بيجري ناحيته وبيضرب ضربة قوية جدا بيخلص عليه وبيحوله لرماد. ولكن إذ فجأة عمود نور كان هيقع على الراهبة، فشينرا بيجري ناحيتها وبيطلع نار من رجليه زي الصاروخ وبينقذها، وبيقول لهم نسيت أعرفكم بنفسي، أنا العضو الجديد المنضم ليكم، أنا مكافح نيران من الجيل الثالث. وبعد اللي حصل ده بيروح معاهم لمقر فرقة مكافحة النيران لأول مرة عشان يستلم شغله. وأول لما بيوصل بيستقبله ملازم هينوا وبياخده عند قائد الفرقة واللي اسمه أوبي. وساعتها أوبي أول لما بيشوف صورته اللي في الكارنيه وتحديدا هو بيضحك ضحكة مستفزة بيقول له أنت بتضحك كده ليه؟ فشينرا قال له دي بتطلع مني غصب عني لما بخاف أو بتوتر. فأوبي أول لما سمع كده حاول يقرب منه عشان يوتره، وأول ما ضحك الضحكة الغريبة دي فضل يتريق ويضحك عليه. فأوبي سأله إيه اللي خلاك تنضم لينا؟ فشينرا قال له أنا نفسي أبقى بطل. فساعتها ملازم هينوا قال له مكتوب عندي انك حصل لك حادث وانت طفل، ومن وقتها والناس مسمينك الشيطان، فلو جاي هنا بس عشان الناس تغير فكرتها عنك ويقول عليك بطل يبقى تمشي احسن. وساعتها الراهبه واللي اسمها إيريس بتيجي وبتشكر شينرا انه انقذها، وماكي صاحبتها عماله تغلس عليها ومفكراها انها معجبه بشينرا. وساعتها القائد بيجمعهم الثلاثه وبيقول لهم مفيش وقت للكلام الفاضي ده، انتم مهمتكم خطيره جدا، في اي لحظه ممكن يجي لنا انذار ان في واحد اتحول لوحش ناري وبدون مقدمات، وده لان هم ما بيعرفوش يتحكموا في نفسهم، يعني ممكن يقتلوا اقرب الاقربين ليهم، وبتفضل روحهم في عذاب لحد لما بيجي دورنا وهو اننا ننقذ الناس من الجهنميين، وننقذ كمان روح الجهنميين نفسهم ونقضي عليهم عشان روحهم تركض بسلام. ومش كده وبس، احنا بنسعى كمان عشان نكتشف السر ورا تحول البشر فجأة لجهنميين. وبعد كده شينرا بيروح غرفته عشان ينام، وبعد كده بيفتكر لما كان طفل صغير وبيقول لمامته انا هكون بطل واحميكي انت واخويا شو، ومش هسمح لاي حاجه وحشه تحصل لكم. وبعدها بيتذكر لما النار ولعت في المكان كله والناس اخدوه لقرايبه عشان يربوه، وهم رفضوا وقالوا مش عاوزين شيطان زي ده يعيش معانا. انت شايف عمال يضحك ازاي بعد اللي عمله ده؟ يا ترى هو عمل ايه؟ وفي تلك الاثناء جرس الانذار بيشتغل في المكان، وبتدخل عليه ماكي وبتقول له جهز نفسك خلال دقيقه عشان في وحش ناري ظهر. فساعتها بيروح عشان يجهزه، والقائد بيقول لهم الوحش ظهر في مصنع واللي اتحولت هي زوجة صاحب المصنع، واحنا هنتعاون مع الفرقه الرابعه. فالكل بيلبس الزي الرسمي وبيركب عربيه الاطفاء، والقائد بيقول لشينرا دي اول مهمه ليك وفرصتك لو عاوز تبقى بطل. وبيوصل للمكان، وساعتها صاحب المصنع بيقول للراهبه ارجوكي ادعي لزوجتي واخلي روحها تركض بسلام عشان ترتاح. وبيدخلوا المصنع وبيكون المكان كله مشتعل بالنيران، وده اللي خلى شينرا يتذكر اللي حصل لمامته وقعد على الارض من الخوف. فساعتها المدير بيجي وبيحمسه وبيقول له اتغلب على مخاوفك وخليها دافع عليك انك تحقق حلمك، انت بقيت واحد من الفريق ومش هنتخلى عنك. فشينرا بيقوم، وساعتها ماكي بتحاول تعمل ممر وتبعد النيران باستخدام قدراتها، بس بينفجر انبوب وبيطير شينرا بعيد وبيغم عليه، وبيفتكر اخر لحظات مامته
والنار بتلتهمها وهي بتقول له اهرب بسرعه ارجوك، عيش مهما كلف الامر. وساعتها رجال الاطفاء والناس بيقولوا انه السبب في اللي حصل ده لانه من الجيل الثالث وعنده القدره انه يطلق النيران وهو السبب في موت امه وابوه. وساعتها شينرا كان مصدوم وعمال يعيط رغم انه وشه بيضحك غصب عنه وعمال يقول مش انا اللي عملت ده، كان في حاجه هناك وقت الحريق، انا بس من الخوف ما قدرتش اهرب والله. ولكن الناس ما صدقهوش وقال هو اللي قتلهم بدم بارد وهو بيضحك، وفضل يشتموا فيه ومن وقتها اطلقوا عليه لقب الشيطان رغم ان ورا الضحكه دي الم وجرح كبير جدا. وساعتها اعضاء الفريق بييجوا عنده وبيفوقوه وبيستعدوا للقضاء على الوحش. وساعتها القائد بيقول لشينرا انا وماكي هنشتت انتباهها وانت خلص عليها برجليك، وانت يا ارس ابداي بالدعاء والصلاه بتاعتك عشان روحها تركض بسلام. وفعلا القائد اوبي فتح الرشاش عليها وهنا اشتبك معاها وماكي ضربتها في قلبها بالنار واوبي بيضربها بالفاس في راسها. وشينرا بيستعد عشان يخلص عليها وبيقول في نفسه سامحيني يا امي انا ما قدرتش احميك انت واخويا، بس صدقيني هجيب حقك وهكتشف مين اللي عمل ده واحقق امنيتك واحمي الناس لاني بطل مش شيطان. وبيجري ناحيتها وبيضربها في قلبها ضربه قويه جدا برجليه وبيخلص عليها وبتتحول لرماد. وساعتها زوكا بيسالهم هي مراتي كده ارتاحت؟ فإيريس قالت له ما تقلقش شينرا قضى عليها بسرعه وما خلاهاش تتعذب. فساعتها الراجل بيعيط وبيشكره والناس كلها هتفت باسمه. وساعتها القائد بتاعه بيقول له مبروك يا عم انت كده بدات اول خطوات لتحقيق حلمك. وتاني يوم القائد بيقول لشينرا استعد عشان في مسابقه هتتعمل للمستجدين فانت وواحد كمان هيجي النهارده هتشاركوا فيها وهتمثلوا فريقنا. وبعد كده بيمشي شينرا وبيقول اكيد في المسابقه كل جنود الاطفاء هيبقوا موجودين ودي فرصتي عشان اسال اي حد فيهم عن الحريق اللي حصل من 20 سنه واعرف سبب موت امي واخويا. وهو بيكلم نفسه بيعترض طريقه واحد وبيقول له ايه اللي جابك هنا يا شيطان؟ فشينرا قال له ايه اللي جابك انت هنا ايها القذر؟ فقال له جاي عشان اقتل الشياطين اللي زيك. وبيشتبكوا مع بعض. وفي الوقت ده ماكي كانت عماله تلعب بالنار باستخدام قدراتها وإيريس بتقول لها يا بختك عندك موهبه جميله جدا انا ما عنديش اي قدرات. قالت لها يا بنتي انا واحده من الجيل الثاني ولازم استخدم كبريت وغاز عشان اجيب النار دي مش زي شينرا اللي من الجيل الثالث اللي بيقدر يولع النار تلقائي. وهم بيتكلموا بيدخل عليهم شينرا والواد اللي قبله وكانوا لسه عمالين يتخانقوا. فماكي بتقول له هو انت مين؟ فبيعرفها بنفسه ان المستجد الجديد واسمه ارثر والواضح انه واخد قلم في نفسه جدا. فإيريس بتقول لشينرا هو انت تعرفه قبل كده؟ قال لها ايه اللي اعرفه ده كان معايا في المدرسه وملهوش اي 60 لازمه ومفكر نفسه ملك الفرسان وهو مجرد فاشل وانا احسن منه وهوريه هعمل فيه ايه. وواضح يا اصدقائي انهم ما بيبقوش طايقين بعض. وساعتها بيدخل عليهم الملازم هنا وبيزعق لماكي لما بيشوفها بتلعب بالنار وقال لها جنود الاطفاء ممنوع يستخدموا قدراتهم لمجرد اللعب. وماكي بتعتذر له وبيقول لشينرا وارثر المسابقه قربت وانا عاوز اشوف قدراتكم دلوقتي وروني شطارتكم وانت يا ماكي هتقاتلي ضدهم. فساعتها إيريس بتقول له ماكي من الجيل الثاني هل هتبقى كويسه لو قتلتهم الاثنين وهم من الجيل الثالث؟ قال لها ما تقلقيش على ماكي لانها معانا من زمان وعندها خبره كبيره جدا. وفعلا بتبدا ماكي تشتبك مع شينرا والبنت مش رحماه نازله فيه دعك وقامت مطيراه ورمياه من فوق العماره والواد يعني كان هيودع لولا في اخر لحظه قدر يتحكم في قدرته ويقف على رجليه. فساعتها ارثر بيقول لها ما تفرحيش قوي بنفسك يا ماما انا مش ضعيف زي شينرا. وبيستخدم سيفه البلازمي واللي بيطلع ليزر واسمه اكسكليبر وبيهجم عليها وهي بتتفادى هجمته وبتطير من فوقه وهو بيهجم عليها مره ثانيه ولكنها بتقدر تمسكه وبتوقعه على الارض وعطيته واحده برجليها طيرته بعيد. فساعتها ارثر بيقول لها وانا اللي كنت مفكرك اميره طلعتي غوله. فماكي بتتعصب عليه وجايه تهجم عليه بتتفاجئ ان شينرا طلع من وراها فبتعمل كره كبيره جدا من النار وبتقول لهم ايه رايكم لو رميتها عليكم هتموتوا. فشينرا وارثر قالوا لها خلاص يا ستي احنا بنستسلم. وبعدها القائد اوبي بياخد شينرا وارثر وبياكلهم في مطعم وبعد ما اكلوا بيقول لهم التدريب بعد الاكل هيبقى صعب جدا فانتوا هتروحوا تساعدوا ماكي في بعض المهام بتاعتها. وبياخدهم اول وبيفرجهم على الاسلحه اللي في المخزن. وساعتها صوت صفارات الانذار بتشتغل وبتدخل عليهم ماكي وبتقول لهم جالنا مكالمه ان في وحش ناري ظهر جوه بيت ما. وبيستعدوا كلهم وبيركبوا بسرعه سياره الاطفاء بتاعتهم. وساعتها اوبي بيعطي لشينرا فاس وبيقول له المره دي الوحش جوه بيت ضيق وممكن ما تعرفش تستخدم قدراتك فخليه معاك احتياطي. وبيقول لهم خبوا كل اسلحتكم جوه هدومكم مش عاوزين حد يشوفها مهما حصل. واول لما بيوصلوا بيستغربوا ان المكان هادي جدا وبيلاقوا بنت صغيره عماله تعيط وتقول لي بيحصل كده اول مره امي وفقدتها والمره دي ابويا كمان والدور الجاي هيكون انا. وساعتها اوبي بيقول لهم احنا عاوزين نقوم بدورنا بلطف مراعاه لظروفها لان امها اتحولت برضه من سنتين. وساعتها بيبص بيلاقي ارثر وشينرا مطلعين اسلحتهم فبياخدهم على جنب وبيقول لهم مش قلت لكم مش تطلعوا اسلحتكم قدام الناس؟ فقالوا له مفيش اي قرار ولا قاعده بتنص بكده. وارثر قال الاكسكليبر ده سلاحي السحري اللي بتفاخر بيه ليه اخبيه؟ قال لهم معاكم حق مفيش اي قانون يجبركم انكم تخبوا اسلحتكم بس عاوز افكركم ان احنا رايحين ننهي حياه انسان كان له اهل وبيحبوه فكفايه عليهم وجع الفقدان كمان هنزود عليهم وجع رؤيه اهلهم
واحنا بنموتهم باسلحتنا وفرحانين بكده. فساعتها تاسفوا ليه وزعلوا من نفسهم جدا، وشينرا قال لنفسه هو معاه حق، انا لو ما اهتمتش بمشاعر الناس ما استحقش يتقال عليا بطل. وفي الوقت ده بيظهر راجل غامض في مكان الحادثه وعمال يضحك، وبيكون ماسك ازازه فيها تراب اسود وبيرش منها شويه، وبيحصل انفجار كبير في المكان. وساعتها شينرا بيقول شكل النار اتغيرت وبقى فيها وش بيضحك، هل المتحول يقدر يعمل ده؟ فأوبي قال لهم مستحيل لانهم بيفقدوا عقلهم مش بيتحكموا في نفسهم، اكيد ده فعل فاعل وبيسخر مننا، يلا ندخل بسرعه. واول لما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا ان الراجل قاعد على الكرسي بتاعه في هدوء والنار عماله تاكل في جسمه ومش بيأذي اي حد. فارثر قال للقائد سيب لنا الطلعه دي. فشينرا قال له انت مجنون، اكيد مش هنقتله طالما هو مسالم ما اذاش حد. فساعتها ارثر بيقول له هنقتله عشان نريحه، انت مش عارف هو بيعاني قد ايه من النيران. وبيقول لإيريس يلا ابداي قولي دعواتك، وبيروح بيخلص عليه بسيفه من ظهره وهو قاعد. وساعتها القائد بيقول لشينرا انا عارف الموضوع صعب عليك، بس عارف اللي اصعب من كده ايه؟ انك تتعود على المشهد ده وقلبك يقسى من كتر اللي بتشوفه. ولكن وهم واقفين حد بيرش من التراب المتفجر في البيت والبيت بينهار، والقائد بيقول لهم اخرجوا بسرعه، ولكنه بيرجع بيعرض حياته للخطر عشان يجيب صوره البنت مع ابوها وامها. وساعتها بنشوف الراجل الغامض ده وهو بيقول هو انتم لسه شفتم حاجه؟ ده انا كنت بلعب معاكم. نرجع بقى للقائد واعضاء الفرقه وهم بيقولوا اكيد في طرف ثالث مستقصدنا وكان عاوز يموتنا. فأوبي بيقول مهما كان هو مين انا مش هسمح لحد يدمر اخر مكان في ذكريات لاهل الضحيه، وبيقسم ان مش هيسيبهم وهينتقم من اللي بيعملوا كده. وبيخرجوا بره وبيلاقوا بنت منهاره تماما وبتقول انا كده لوحدي وماليش حد، انا كان لازم اموت معاهم. فساعتها أوبي بيعطيها الصوره وبيقول لها باباك استحمل الم النيران اللي كانت عماله تاكل فيه وكان عمال يقاومها عشان يحميكي، فخليكي قويه وما تضيعيش تضحيتها على الفاضي. فساعتها البنت بتنهار من البكاء وهي بتحضن الصوره جامد. فشينرا بيقول لنفسه سامحيني ما قدرتش انقذ ابوكي، وبيمشوا وبيرجعوا على المركز بتاعهم. وشينرا وارثر ما كانوش عارفين يناموا بعد اللي شافوه وقالوا لازم نشوف حل عشان ننهي ظاهره التحول دي، كفايه بقى فقد وموت لحد كده. وعلى الجانب الاخر بنشوف راجل ماسك التراب الاسود وبيكلم الرجل الغامض اللي كان في موقع الحريق، وبنفهم من كلامهم ان في كارثه حصلت زمان وبسببها اغلب القارات اتدمرت وبقت عباره عن رماد وما عادش فاضل الا اماكن قليله جدا صالحه للعيش، بالاضافه الى طوكيو. وعشان كده اغلب الناس بتيجي لطوكيو. وبنعرف ان في شركه اسمها صناعات هيجيما طورت محطه للطاقه الحراريه واللي اسمها اماتراسو، والمحطه دي هي اللي بتمد طوكيو بجميع الاحتياجات بتاعتها من الطاقه. المهم ان غريب الاطوار بيقول سيبك انت من الكلام ده، خلينا في الماده اللي انت مخترعها دي جامده جدا، انا هبلت بيها الفرقه الثامنه النهارده. فبيرد عليه وبيعرفوا ان الفرقه الثامنه دي مش سهله خالص، خصوصا ان القائد بتاعها هو أوبي. ده غير كمان ان الشيطان شينرا انضم ليهم قريب وقال له خد بالك وانت بتلعب معاهم. شكل كده الاتنين دول وراهم سر كبير جدا. المهم بعد كده بيجي يوم المسابقه بين كل المستجدين، وشينرا بيقابل بنت اسمها تاماكي في الفرقه الاولى، وبيشوفوا فريق الحظ للوقايه من الحرائق واللي اسمهم 911، وبيكونوا عباره عن قطه وكلب وراجل عجوز، وبيكون موجود الراجل المخترع الماده السوداء وعمال يراقبهم. وساعتها شينرا بيشوف قائد الفرقه الاولى واللي كان موجود وقت حادثه مامته، وبيساله لو شفت اي حاجه غريبه في الحريق اللي حصل من 12 سنه. فبيقول له انا ما عنديش وقت اضيعه معاك، وبيسيبه وبيمشي. فشينرا كان مصمم وبيروح له تاني، وساعتها بيقول له انت عارف كم حريق بيحصل في السنه؟ مستحيل افتكر حاجه زي دي، وانت كمان يفضل تنسى. وده اللي خلى شينرا يحس ان مخبي حاجه. وفي الوقت ده المسابقه بتبدا وكل المتسابقين بيستعدوا، والمسابقه بتكون عباره عن سفينه ضخمه وهيحصل فيها زي الحوادث اللي بتحصل في الواقع، وهيكون فيها عقبات كتيره، والمفروض هم ينقذوا الناس اللي جوه، واول واحد هيوصل فوق عند الطاقم بتاعهم هو اللي هيكسب. والمسابقه بتبدا والكل بينطلق، وساعتها شينرا بيطير لفوق وبيقول لهم مع السلامه اشوفكم بعدين، كده كده انا اللي هكسب. وبيدخل احد الطوابق وبيشوف لو في حد محتاج مساعده عشان ينقذه، ولكنه بيلاقي في وشه الراجل الغامض ده وبيقول له ما تتعبش نفسك، كان في 2 هنا وانا فضيت الطريق عشان اتكلم معاك، انا عارف حاجات كتير قوي عن الحادثه اللي حصلت من 12 سنه، وعارف امك واخوك ماتوا ازاي، وعارف انك من يوميها اتسميت شيطان. فساعتها شينرا بيقول له انت مين وعارف الحاجات دي ازاي؟ بس قبل ما تجاوبني ابعد اول عن افراد الطاقم وما تلمسهمش. قال له انت شاغل نفسك بيهم ليه؟ طب ايه رايك بقى انا هموتهم قدامك عشان اشوف هتعمل لي ايه. وفعلا بيطلع نار من ايده وكان لسه هيحرقهم، فشينرا بيقف على راسه وبيلف بسرعه جامده جدا وهو مطلع نار من رجله كانها مروحه ناريه، وقام بعد عنهم وقال له قول لي يلا كل اللي انت تعرفه عن موت امي واخويا الصغير، احسن ما ادفنك مكانك. فالراجل بيقول له لا جامد يلا، وبيطلع الازازه اللي فيها تراب اسود وبينشرها في المكان، وبيقول لشينرا وريني شطارتك. والتراب ده بيعمل انفجارات كتير جدا، وساعتها بيستغل تشتت شينرا وبيهجم عليه وبيديه واحده في وشه طيرته بعيد. ومش كده وبس، ده عمال يعمل انفجارات كتيره ومتتاليه وبيهجم عليه بالنيران بتاعته، وواحده من الهجمات دي بتصيب شينرا في دراعه، وبيقول له كنت مفكرك اقوى من كده وهتفيدنا، طلعت ضعيف وغبي وعشان كده انا هقتلك، بس قبل ما اموتك هعرفك سر واحد بس، وهو ان اخوك ما ماتش ولسه عايش. فشينرا بيقول له مستحيل يكون شو اخويا حي، هم قالوا لي ان اتحرق بالكامل، حتى العظم بتاعه اتحرق وتحول لرماد. قام قايل له هو
هو انت بتصدق كل حاجه بتتقالك؟ وده اللي خلى شينرا يبدا يشك في قائد الفرقه الاولى اللي كان موجود وقت الحادثه، ولكن بيقول للراجل الغريب ده انا مش مصدقك، وحتى لو كلامك صح انت مين عرفك بكل ده وايه جابك عندي، واكيد وراك ناس تانيه، فايه خطتكم بالظبط؟ فالراجل قام قايل له لا والله انا واثق ان انت كمان ما انتش واثق في فرقه مكافحه الوحوش الناريه اللي انت منضم ليها، فلو عاوز تعرف الحقيقه كلها لازم تنضم لينا كشطان مش بطل. ولكن شيرنا ما اهتمش بكل الكلام بتاعه، وقام قايل له انا اللي فارق معايا دلوقتي ان انتقم منك عشان اتجرأت واذيت راجلين مسالمين من رجال الاطفاء، وبيطير وبيهجم عليه بنار من رجليه وبيضربه ضربه قويه جدا، ولكنه بيتفاداه في اخر لحظه والارض بتتكسر من قوه الضربه. وفي الوقت ده بيقتحم ارثر المكان بسيفه وبيقدر يدخل جوه، وبيقابل هناك تاماكي وبيمشوا مع بعض هم في طريقهم بيسمعوا اصوات الانفجارات وضرب النار، فبيجروا ناحيه الصوت وبيشوفوا شينرا وهو بيقاتل مع الراجل الغريب ده. وساعتها شينرا بيقول لارثر اهرب بسرعه، وعرف القاده ان في راجل غريب اتسلل مكان المسابقه وضرب 2 من رجال الاطفاء، ولكن ارثر ما صدقهوش وكان مفكر بيقول له كده عشان يمشي هو وهو اللي يفوز بالمسابقه، ومفكر ان اللي شينرا بيقاتله ده واحد تبع المسابقه والمفروض يخلص عليه. المهم ارثر بيجري ناحيه الراجل ده وبيهجم عليه، ولكن ولا ضربه بتيجي فيه. وساعتها تاماكي بتقول لهم انتوا مش شايفيني ولا ايه؟ انا اللي هكسب، وبتعمل وضعيه القط الناري وبتهجم عليه بنار كبيره جدا، ولكنه بيتفاداه بكل سهوله وبيجي ناحيتها وبيطيرها بعيد. فساعتها تاماكي بتقول لشينرا وارثر هم ازاي حاطين حد قوي كده في المسابقه للمستجدين؟ ده كان هيصيبني بجد. فشينرا قال لهم يا اغبياء المسابقه واقفه دلوقتي وده اتسلم من بره المسابقه واحنا في خطر. فساعتها الراجل بينشر رماد اسود تاني في المكان وبيقول لشينرا وريني هتعرف تنقذ كل اللي في المكان ده ازاي، وبيسيبه وبيمشي. وقام قايل له قبل ما يمشي انا الجوكر ولو غيرت رايك وعاوز تنضم ليا انا مستنيك. وساعتها شينرا بيشيل رجلين الاطفاء اللي مغمى عليهم وبيقول لارثر اعمل لنا فتحه في السقف بسيفك، احنا لازم نهرب بسرعه المكان كله هينفجر دلوقتي. وفعلا ارثر بيعمل كده وشينرا بيقول لهم بسرعه امسكوا فيا وبياخدهم الاربعه وبيطير بيهم، والمكان فعلا بينفجر وبيخلوا مكانه بيطفي الحريق. وساعتها اوبي بيقول لشينرا انت انقذتهم الاربعه، انت بجد بطل وانا فخور بيك. وبالليل شينرا بيتكلم مع اوبي بيقول له الراجل اللي اتسلل لجوه واللي اسمه جوكر كان معاه مسحوق وبيقدر يتحكم في الانفجارات، ولمح لوجود خاين جوه وحده مكافحه النيران، وقال لي ارجوك لو تعرف حاجه انا معرفهاش قول لي عليها، قول لي ان كلامه غلط واننا كلنا في الوحده بنقاتل وبنعرض حياتنا للخطر عشان مصلحه الناس مش العكس، انا انضميت ليكم عشان كده. فاوبي قال له وحده مكافحه النيران بتتكون من 3 قوى رئيسيه، اولها معبد سول، والتاني قوات طوكيو مسلحه، والتالتة هيئه مكافحه الحرايق. وكل قوه من دول بتسيطر على فرقه من الفرق، مثلا معبد سول هو اللي بيسيطر على الفرقه الاولى، اما القوات المسلحه فبتسيطر على الفرقه الثانيه، ومصانع هيجيما هي اللي بتسيطر على الفرقه الخامسه. وساعتها شينرا استغرب وقال له ازاي مصانع هيجيما تكون بالقوه دي وتسيطر على فرقه كامله؟ فاوبي قال له لان كل الاسلحه اللي بتستعملها كل الفرق هي من مصنع هيجيما، والحاجه المشتركه بين كل الفرق اننا بنخمد وحوش النيران وبنحاول نكتشف السر ورا تحول البشر، بس لو اي فرقه اكتشفت اي معلومات بتحتفظ بيها لنفسها ومش بتشاركها مع الفرقه الثانيه، وعشان كده انا برضو مش واثق في الفرقه الثانيه ثقه عمياء. وساعتها شينرا قال له طب احنا الفرقه الثامنه خاضعين لمين؟ قال له احنا تبع هيئه مكافحه الحرايق، وانا في السر بدور اصلا ورا الفرق كلها من الاولى للسبعه، لان اكيد في فرقه فيهم تعرف السبب ورا تحول البشر لوحوش ناريه، وانا هدفي ان نعرف مين السبب ورا ده واوقفه. فشينرا قال له وانا هساعدك لحد لما نعرف الحقيقه. وتاني يوم بنشوف قائده الفرقه الخامسه واللي بتكون سوداويه وبتستمتع بتعذيب الناس وسماع صرخاتهم، وهي بتقول للفريق بتاعها في وحش ناري ظهر دلوقتي وانا عاوزاكم تامنوه وتجيبوه هنا عشان اعمل عليه ابحاثي. فواحد من فريقها بيقول لها بس اللي المفروض يطلع الطلعه دي الفرقه الثامنه مش احنا. قالت له انا عاوزه الوحش ده بالذات حتى لو كلفني ان ادخل في قتال مع الفرقه الثامنه نفسها. نروح بقى لاوبي وهو بيقرا في الاخبار وبيقول لشينرا زي ما كنت متوقع انهم هيكتموا على اللي حصل في مسابقه امبارح وحتى ما جابوش سيره الجوكر. فشينرا بيقول له يبقى كده شكنا في محله، وانا واثق لو رحت للجوكر وقربت منه اعرف الحقيقه كلها. وهم بيتكلموا بيدخل عليهم ملازم وبيعرفهم ان نتيجه التحليل اللي عملوه للتراب اللي الجوكر استخدمه يوم المسابقه ظهرت، وانه عباره عن رماد الجثث اللي اتحولت لوحوش ناريه. فساعتها اوبي بيغضب جدا وبيقول ازاي يعملوا كده، فين حرمه الميت؟ المهم بعد كده شينرا وارثر وماكي كانوا بيخلصوا شغل في المكتبه كلفهم بيه اوبي، وساعتها بتجيلهم مكالمه ان في كلب فوق الشجره ومحتاجين حد ينزله. فماكي بتقول لهم ايه رايكم تروحوا تنقذوه وانا هعمل الشغل بدلكم. فارثر بيقول لها مع ان ده مش تخصصنا بس ارحم من شغل المكتبه. وبيروحوا اول لما بيوصلوا بيلاقوا مش كلب، ده راجل عجوز شبه الكلب. فشينرا نزله وقال له انت ايه طلعك فوق الشجره؟ قال له اللي عمل كده شويه شباب فضلوا يتنمروا عليا لانهم متغاظين من جنود ورجال الاطفاء بسبب الحادثه اللي حصلت من زمان، وبنعرف ان كان في جندي اطفاء قتل 4 من المدنيين واليوم محاكمته واحتمال كبير هيطلعوه براءه، فعشان كده الناس متضايقه مننا وعملوا فيا كده. وتحديدا داخل المحاكمه بتاعه جندي الاطفاء واللي اسمه مياموتو فعلا القاضي بيحكم ببراءته وكل الناس اللي في المحكمه بتغضب
بتغضب جدا وبتقول لي ازاي تطلعوه براءه بعد كل الناس اللي قتلهم، ولا كل ده عشان هو من رجال الاطفاء. وبنشوف مياماتو وهو بيضحك وبيقول جوه نفسه كنت متاكد ان انا هطلع براءه عشان القضاء مش هيقدر يقف ضد مؤسسه مكافحه النيران بقوتها الثلاثه. فجاه النيران بتشتعل فيه وبيتحول لوحش ناري وبيقول لهم انا هقتلكم كلكم، والكل بيهرب ولكنه بيجي عند القاضي وبيقول له استعد للموت. قال له طب انا حكمت ليك بالبراءه ليه تموتني؟ فقال له انا اللي احكم على الناس ومحدش يحكم عليا، وبينط عليه وبيحرقه. وفي تلك الاثناء الاخبار دي بتوصل لماكي وبتروح بسرعه تعرف القائد، فبيقول لها الكل يستعد وينطلق. وساعتها شينرا اول لما بيشوف مدرعه الفرقه الثامنه بيروح هو وارثر هناك، فالقائد قال لهم اسبقونا انتم واخلوا الطريق واحموا الناس على بال لما نحصلكم. وفي الوقت ده مياماتو كان عمال يعذب في المحامي بتاعه، وشينرا وارثر بيوصل عنده، فشينرا بيديله ضربه برجله بتطيره بعيد وكان لسه هيقوم، لكن ارثر بيكمل عليه وبيعطيه بوكس في وشه، وهما الاثنين بيعملوا هجوم ثنائي وبيطيروه بعيد. وفي الوقت ده باقي الفريق كان وصل وبيستغربوا لما بيشوفوا مياماتو لسه بيتكلم ومحتفظ بشخصيته بعد ما اتحول. وساعتها مياماتو لما حس ان في خطر والكل اتجمع عليه حاول يخدعهم ويستعطفهم عشان ما يموتهوش، ولكن الملازم قام ضربه بالمسدس وقال له حركاتك دي تعملها مع حد غيري. وده اللي خلى مياماتو يطلق عليهم نيران ويطير ويهرب من المكان ويقول لهم انا هقتل الناس زي ما انتم بتقتلوا متحولين بدم بارد. وساعتها اوبي بيقول لشينرا انت الوحيد اللي بتعرف تطير، روح وراه وخلص عليه. فشينرا بيقول له ازاي موته هو ما فقدش التحول في نفسه؟ قال له بس فقد ادميته. وفعلا شينرا بينطلق وبيقول في نفسه انا مش عارف هل اقدر اموت واحد لسه ما تحولش بالكامل لوحش ولا لا، بس لازم اعمل كده قبل ما يأذي الناس الابرياء. وساعتها شينرا بيوصل عنده وبيديله واحده برجله بتطيره بعيد، وساعتها مياماتو بيرمي عليه عربيه ولكن شينرا بيصدها وبيحدفها لفوق وبيطير عندها وبيرميها على الوحش باقصى سرعتها. وفي تلك الاثناء الفرقه الخامسه بالقائده بتاعتهم كانوا عمالين يراقبوا القتال ما بينهم، والقائده بتستغرب من قوه شينرا وبتؤمر جنودها انهم يدخلوا ويجيبوا ليها مياماتو سليم مهما كلف الامر. نرجع تاني لشينرا اللي خلاص فنش على الوحش وكان هيموته، ولكن مياماتو قال له حرام عليك تموتني الموتة دي بدون ما الاخت تدعي لي، ده انا كنت رجل اطفاء زيكم وانقذت ناس كتير. فشينرا قال له موافق بس تقعد مكانك وما تتحركش، وهم زمانهم على وصول. واصلا مياماتو كان بيخدعه وبيهجم عليه بقذيفه من ايده، ولكن شينرا بيقطع له ايده وبيقول له انا غلطان اني صدقتك وهقتلك حالا. وكان لسه هيخلص عليه قائده الفرقه الخامسه واللي اسمها الاميره هيبانا بتقف قدامه بتقول له سيبوا لينا وما تقلقش احنا هنخلص عليه. فقال لها لا ده مسؤوليه الفرقه الثامنه. قالت له انت عبيط ولا ايه وازاي تقدر تعصي اوامري؟ قال لا انا مش باخد اوامر الا من القائد بتاعي وبس. فساعتها هيبانا بتتعصب وبتبرق بعينيها، فشينرا بيع على الارض ومش بيقدر يتحرك. فهيبانا قالت له انت مجرد شخص فاشل ومكانك هو الارض تحت جزمتي، وبتقول له بوس الجزمه ايها القذر. فبيزعق لها وبيقول لها على جثتي. فبتؤمر 3 بنات توأم في فرقتها انهم يثبتوه في الارض، ولكن شينرا بيطلع نار من رجله وبيطيرهم بعيد وبيقول لها انت واحده مريضه نفسيا ومفكره الناس عبيد عندك وانا هعرفك ازاي تتعاملي مع الناس. وبيستعد عشان يقتلها، ولكن اوبي والطاقم بتاعه بيوصل للمكان. فهيبانا بتقول لاوبي مياماتو ده كنز، لان اول وحش يبقى متحكم في نفسه بعد ما يتحول ما ينفعش يموت كده بالساهل. فاوبي قال لها بس ده مسؤوليتنا احنا وانت كده بتتعدي علينا. قالت له لو اتحول او اذى حد انا اللي هموته بنفسي، وانا عارفه انك ما عندكش باحث في فريقك وعشان كده مش عارف ممكن يفيدنا ازاي في الابحاث. فاوبي قال لها موافق اسلمهولك بس بشرط انك لو وصلت لاي معلومه تعرفها لنا ومش هتحتفظي بيها لنفسك. فبتوافق وبتقول له ابقى ربي اللي شغالين معاك، لان لو اي حد من تبعك تجرأ عليا تاني هدفنه في مكانه. وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم إيريس بتبص في صوره وبتفتكر ماضيها الاليم وعماله تبكي، والظاهر كده ان اصدقائها كانوا معاها في المعبد وكلهم اتحرقوا وماتوا. وفي الوقت ده شينرا بيشوفها بالصدفه، ولما بيسالها بتعيطي ليه قالت له ما تقلقش انا كويسه وبتمشي. وبعد كده القائد بيجمعهم كلهم وبيقول لهم بعد اللي حصل مع الفرقه الخامسه ده بيأكد لنا انهم مش مظبوطين وبيخفوا سر كبير، فاحنا عاوزين ندور وراهم واحتمال ندخل معاهم في قتال قريب، فخليكم جاهزين. وبيبداوا يتدربوا فورا. وشينرا بيروح لاوبي بيقول له مين الاميره هيبانا دي؟ شكلها واحده مريضه وبتستمتع بتعذيب الناس. قال له دي واحده دخلت مجالنا وترقت فيه بسرعه لحد لما بقت قائده مره واحده، وكل ده عشان كانت بتعمل ابحاث بطريقه غير قانونيه على الوحوش المتحوله وبتبيع المعلومات دي. فشينرا قال له يبقى اكيد هي عارفه السر ورا تحول البشر لوحوش. قال له اكيد، والا ما كانتش بقت قائده بالسرعه دي. وعلى فكره انا كنت بخطط من زمان اننا نتسلل عندهم او نقاتلهم لو اضطرينا لكده عشان ناخد المعلومات دي. فشينرا قال له انا معاك لاني متغاظ جدا من الفرقه الخامسه وعاوز ادمرها. وعلى الجانب الاخر هيبانا كانت عماله تعذب في مياماتو وبتغز الابر والسيوف جوه جسمه وبتقول له عرفني انت ازاي لسه متحكم في نفسك، وهو عمال يصرخ من الالم وهي مستمتعه بصرخاته. نرجع تاني لشينرا واللي بيحكي لارثر على إيريس وانه شافها بتعيط الصبح وشكلها مخبيه وجع كبير جواها، وان لاحظ انها كانت بتبص على الفرقه الخامسه بطريقه مريبه. وهم بيتكلموا بتدخل عليهم ماكي الاوضه وبتقول لهم الحقوني انا مش لاقيه إيريس في اي مكان. وبنشوف إيريس وهي مع الاميره هيبانا وبتقول لها انا معرفش بالظبط انت بتخططي لايه، بس
بس انا متاكده انك بتعملي حاجات غير شرعيه وغير اخلاقيه، وانا عاوزاكي توقفي ده لانه منافي للدين بتاعنا. وساعتها هيبانا قامت حرقت عبايتها وقالت لها على اخر الزمن واحده حقيره زيك هي اللي هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، ومسكتها من زورها وكانت هتموتها، بس بتسيبها في اخر لحظه وبتقول لها خساره تموتي على الفاضي، انا هستعملك قطاع عشان استدرج الفرقه الثامنه هنا واقضي عليهم. وفي الاثناء دي بيسمع صوت الانذار في كل مكان، وبيلاقي شينرا واقف قدام المبنى وقال لهم انا عارف ان الاخت ايريس هنا. وساعتها ارثر بيعمل فتحه في الحيطه بسيفه وعربيه الفرقه الثامنه بتدخل وبتقتحم المكان. وماكي بتقول لاوبي انت متاكد اننا مش اتسرعنا؟ قال لها الفرقه الخامسه بتعمل حاجات كتير غير قانونيه وهتخاف تبلغ علينا، ودي فرصتنا عشان نعرف الاسرار اللي مخبيينها. وساعتها ملازم هينوا بيقول لشينرا روح انت دور على ايريس وانا ماكي هنقاتل الناس هنا، وانت يا ارثر حاول تعرف فين المكان اللي بيعملوا فيه ابحاثهم. وارثر بينطلق وبيضرب اللي بيعترض طريقه بظهر سيفه، وفجاه بيلاقي قدام راجل عجوز راسه على شكل مثلث ومعاه ميماتو بيقول له مش هسمح لك انك تتقدم اكتر من كده، وهوريك دلوقتي نار ميماتو بقت عامله ازاي. اما بقى هينوا فبيشترك مع اعضاء الفريق الخامس وبيضرب عليهم مسدس، وبقدرته بيقدر يتحكم في سرعه الطلقه وبيخليهم يفقدوا الوعي. وبيقول له ماكي حاول تستجوبيهم وتطلع منهم اي معلومات. ويس فجاه قنابل ناريه بتنفجر عليهم، واللي بيعمل كده واحد اسمه تورو وده من رجال هيبانا وعنده قدره انه يتحكم بالنار، وبيعمل فقاعات من اللبان وبيمليها بغاز مشتعل وبيصوبها على الخصم بتاعه. وساعتها هينوا بيضربه بالمسدس بتاعه ولكنها ما بتجيش فيه، فتورو بيقول له ده طلع غبي ومش عارف ينشن صح. ولكننا بنعرف ان هينوا صوب عشوائي لان تورو مستخبي ومش عارف يحدد مكانه، ومن خلال ارتدادات الشرارات على جسمه عرف مكانه وبيتحكم بالطلقات مره اخرى وبيصيب بيها تورو. وبيقول لماكي عاوزين ناخده عشان لما يفوق نستجوبه. وساعتها الثلاث توأم بيعترضوا طريقهم. نرجع تاني لارثر واللي الراجل العجوز بيقول له بفضل ابحاثي والعقار اللي اعطيته لميماتو بقى دلوقتي زي سلاح قوي ولا يقهر ويحولك لرماد في لمح البصر. وساعتها ميماتو طلع كرة كبيرة جدا من النار وهجم بيها على ارثر، ولكن ارثر تفاداه في اخر لحظة. وفي تلك الاثناء بتوصل الاخبار دي للاميرة هيبانا وبيعرفوها ان هينوا بيقاتل ضد الثلاث بنات وارثر بيقاتل ضد ميماتو، اما اوبي مختفي ومحدش عارف هو فين. فهيبانا بتقول لهم حولوهم كلهم للرماد وياكم حد يطلع عايش من هنا ولا يوصل لاي معلومة، انا اللي عملت الابحاث دي ومش هسمح لشوية حسالة زي دول انهم يعرفوا الحقيقة. نرجع تاني لارثر واللي كان بيعاني قدام ميماتو ولكنه فجأة بيكتشف انه ماسك السيف غلط ومش فاهم ازاي حصل ده، فبيمسكه صح وبيجري على ميماتو وبيضربه ضربة قوية جدا قسمه النصين. والراجل العجوز كان مصدوم من قوة ارثر. واما بالنسبة للثلاث بنات فماكي بتضرب واحدة منهم ضربة قوية جدا بتطيرها بعيد، فالبنتين التانيين بيخافوا وبيجروا. اما بقى شينرا فبيقرب جدا من مكان القائدة هيبانا وساعتها بيعترض طريقه الثلاث بنات وكانوا لسه يهجموا عليه، قام طيرهم بعيد. وفي الوقت ده هيبانا بتقول لايريس خليكي هنا مكانك واتفرجي عليا وانا بحرق لك اصحابك واحد ورا التاني وبعدين هيجي دورك انت كمان وابقي وريني بقى مين اللي هينقذك. فايريس قالت لها ليه بتعملي كده يا هيبانا؟ فردت عليها وقالت لها لان العالم اللي احنا عايشين فيه ده ينقسم الى قسمين، ناس بتحرق وناس بتتحرق، وانا شفت اصدقائنا الراهبات كلهم بيتفحموا قدام عينيا والنار بتنهش في جسمهم، وساعتها القدره بتاعتي بتاعه التحكم في النار زادت، فقررت انضم للفريق اللي بيحرق عشان ما اتحرقش، وبقيت كل ما احرق اكتر اترقى اكتر. وساعتها ايريس قالت لها بس انت عمرك ما هتبقي سعيده بجد وانت بتاذي الناس. فهيبانا بتتعصب وهجمتها بالنار وكانت هتحرقها وقالت لها ما تخرسي بقى لحد لما يجي دورك واموتك. وساعتها شينرا بيوصل عندهم وبيقول لها اياك تاذي الاخت ايريس وقال لها اقتلك. فايريس بتقول له اهرب يا شينرا انت مش قدها. قال لها ما تقلقيش عليا انا عامل حسابي. فهيبانا قالت له انت اخرك تبقى عبد تحت رجلي وعمرك ما تقدر تلمسني. وساعتها شينرا بيتعصب وبيطير ناحيتها عشان يهجم عليها ولكنه بيتاثر بقدرتها زي ما حصل قبل كده وبيعلى الارض زي الفسيخه، وده اللي خلى هيبانا تتريق عليه وفضلت تدوس بجزمتها على وشه وبتقول له ما فيش حد قبل كده قدر يقاوم خاصيه الاغماء الحراري بتاعتي لاني برفع درجه حراره الجسم بدرجه عاليه جدا وده اللي بيخلي ضغطهم يوطى وضربات قلبهم تزيد ويحسوا بدوخه. وكلامها خلى شينرا يقاوم نفسه ويحاول يرفع رجليه ويقول كل اللي انا حاسه ده نفسي بس ومش حقيقي، وفعلا بصعوبه بيقدر يقف. وساعتها هيبانا قالت له كده هتخليني اصعد الموضوع واحرقك وانت حي، وبتهجم عليه بعاصفه من ازهارها الحارقه. وشينرا بيتفادى ده وبيهجم عليها ولكنه قبل ما يلمسها بيفقد اتزانه وبيقع مره تانيه، فبيضرب نفسه وبيقول انا بطل ما ينفعش ابقى ضعيف. فهيبانا بتستغل الوضع وبتعمل شجره كبيره كلها اوراق حارقه وبتحرق اي حاجه تلمسها. فايريس بتقول لها ارجوك يا هيبانا وقفي اللي بتعمليه. قالت لا مستحيل اعمل كده، انت شفتي بنفسك لما انا وانت كنا في المعبد اللي حصل لكل اصدقائنا هناك، اتفحموا كلهم وما فضلش غيري انا وانت، والحادثه دي اللي غيرت تفكيري. فشينرا بيقطع كلامها وبيقول لها انا فهمت دلوقتي انت ضحيه النار زيي، انا كمان فقدت امي واخويا بسببها وحاسس بيكي لان حياتي اتدمرت من بعدها. فهيبانا قالت له هو انت لسه عايش يا كازر وبتطيره بعاصفه من
الازهار الحارقه، ولكنه بيقاوم وبيقف على رجليه بصعوبه وبيقول لها مهما وقعتيني هقاوم وهقوم ومش هستسلم عشان انقذك من نفسك اللي هتدمرك. وده اللي خلى هيبانا تراجعت خطوه لورا من قوه ارادته وتصميمه، وحاولت تستخدم خاصيه الاغماء الحراري عليه، ولكنه قاوم بكل قوته وجرى ناحيتها وقدر يلمسها وضربها بوكس وقعها على الارض. وساعتها هيبانا بتستعيد ذكريات طفولتها لما كانت في المعبد وعملت تستخدم قدراتها وتصنع ازهار شكلها جميل، وكل الاطفال متجمعين حواليها وكانوا مبسوطين ومبهورين بقدراتها الا إيريس اللي بتكون مكسوفه تروح تلعب معاهم وعماله تتفرج من بعيد. فهيبانا راحت لها وعملت لها ازهار من النار شكلها جميل جدا، وساعتها مشرفه الدار شافتهم وزعقت لهيبانا وقالت لها كم مره اقول لك ان ممنوع تستخدمي النار جوه المعبد، انت ممكن تعرضينا كلنا للخطر وهتتعاقبي على اللي عملتيه. ولكن إيريس بخجل بتقول لها ارجوكي ممكن تبقي توريني الزهور دي مره تانية. فبتقول لها لو شخصيتك بقت قويه هوريها لك. وبعد كده المكان كله بيشتعل بالنيران والكل بيتفحم قدامها، فده اللي غير شخصيتها وخلاها شخصيه سوداويه لانها عرفت ان الدنيا مفيش فيها عدل وقررت تبقى كده. ودعت إيريس وعملت ابحاث عن النيران والوحوش المتحوله وبعتها لشركه هيجاما وقالت لهم مستعد اعمل لكم ابحاث اكتر من كده بشرط انكم تخلوني قائده وتمولوا ابحاثي. فبيوافقوا. نرجع بقى للحاضر، واللي لما هيبانا بتفوق بتلاقي إيريس حضناها فبتستغرب من طيبتها وبتقول لها ليه بتعملي معايا كده. فإيريس بتعرفها انهم لما كانوا صغيرين كل بنات المعبد كانوا اخدينها قدوه لجمالها وذكائها وطيبه قلبها وكان نفسنا نبقى زيك. فهيبانا بتتاثر لما بتسمع ده وبتقول لهم انا اول مره حد يساعدني زيكم، طول الوقت كنت بعاني لوحدي وده اللي خلاني استغل قدرتي بطريقه غلط عشان اعرف انجو في الدنيا القاسيه دي. فشينرا قال لها من هنا ورايح لو احتجتي مساعده في اي وقت نادي عليا بس وهتلاقيني قدامك. فبتشكره وبتبص على إيريس وبتقول لها انت بقيتي قوتي الشخصيه لدرجه انك قدرتي تيجي هنا لوحدك وانا هنفذ وعدي ليكي. وبتعمل لها ازهار شكلها جميل. وبعد كده الاخبار دي بتوصل لاعضاء الفرقه الاولى وبيعرفوا ان الفرقه الخامسه والثامنه بداوا يتعاونوا ويتدربوا مع بعض، وقالوا اكيد اوبي بيخطط لحاجه. وفعلا تاني يوم الصبح اوبي وهيبانا بيعملوا حفله غدا وبيعلنوا انهم بداوا التعاون مع بعض، واللي حصل امبارح كان مجرد تدريب ليلي. واعضاء الفرقتين انسجموا مع بعض جدا وهيبانا بدات تعجب بشينرا جدا بعد اللي حصل ده. المهم القائد اوبي بيتكلم معاها وبيقول لها كده بقى في تعاون تم بين الفرقتين صح ولا ايه؟ قالت له لا انا اللي هتعاون معاكم بس لان زي ما انت عارف مصنع هيجيما هو اللي ليه اليد العليا على فرقتي وانا شايفه انه صعب انك تقف قدامهم دلوقتي، وما تقلقش انا هعطيك كل المعلومات اللي توصلت لها. فاوبي بيقول لها طب هو ايه اللي غير رايك؟ قالت له الحادثه اللي تعرضت لها وانا صغيره خلتني فقدت الامل في الحياه واعرف ان مفيش حاجه اسمها عدل ولا رحمه في الغابه اللي احنا عايشين فيها دي، وعرفت ان مفيش طريقه احارب بيها الشر الا بالشر زيه واكبر كمان، لحد لما شفت شينرا بطل وعرفت اني غلط واني ممكن نحارب الشر بالعدل والحب ورجع ليها ذكريات الطفوله وصح الجانب الكويس اللي مات جوايا. المهم بتعرفوا ان في بعض المتحولين لما جت تفحصهم لقيتهم مختلفين عن المتحولين العاديين، وده معناه ان في حد ورا الموضوع ده. فاوبي بتصدم وقال لها مش مصدق ان في حد ممكن يعمل كده وبيقسم ان هيدفع الثمن غالي. فهيبانا قالت له كده يبقى طريقنا واحد لاني عاوز انتقم لاصحابي واخليه يتمنى الموت وما يطولوش، بس خلي بالك الموضوع مش سهل لان اغلب المتحولين اللي نتائجهم مختلفه ظهروا حوالين منطقه شينجوكو ودي المنطقه اللي تبع الفرقه الاولى. وتاني يوم اوبي بيجمع فريقه وهيبانا بتكون موجوده معاهم وبيعرفهم انه هيبعت شينرا وارثر للفرقه الاولى عشان يحققوا فيهم بحجه انهم مستجدين ومحتاجين يتدربوا هناك. فساعتها هيبانا قالت له وانا هبعت مستجد من عندي وهكلم بعض الفرق التانيه يبعتوا ناس من عندهم هم كمان عشان ما يشكوش فيهم. وفعلا ماكي بتاخد شينرا وارثر للمعبد الكبير واللي هو معبد سول وده مقر الفرقه الاولى، وبيروح معاهم تورو من الفرقه الخامسه وواحد من الفرقه التانيه وبيدخلوا جوه وبيقابلوا ليوراند بيرنرز وده قائد الفرقه الاولى وبيرحب بيهم وبيقول لهم اعتبروا نفسكم في مكانكم، والملازمين الثلاثه واللي هم كريم فلام وريكا هوشيميا وفون لي هم اللي هيكونوا مسؤولين عنكم. فساعتها شينرا بيقول له يا ريت لو تعمل لنا قتالات ما بيننا عشان تعرف مستوانا، بس لو انا اللي كسبت في القتالات دي هتجاوبني على سؤالي. فبانزو بيتصدم من جرأته ولكنه بيوافق وفعلا بيبداوا القتالات. واول قتال كان ما بين تاكيرو نوتو اللي من الفريق الثاني وبين الملازم هوشيما، وساعتها تاكيرو بيطلع كرات نار كتيره من جسمه وبيكون خايف منها ومش عارف يتحكم فيها اصلا. فهوشيما اتحمس وقال له هات كل اللي عندك. قال له انا لسه مستجد ومش بعرف اتحكم في قدرتي وغضبي، وغصب عنه بيطلق طلقات ناريه قويه وكتيره جدا وكان هيدمر المكان لولا ان الملازم كريم سحب كل الطلقات في البق بتاعه وبعد كده جمدها وساعتها الكل كان مظلوم من قوته. نيجي بقى للقتال المهم وهو ارثر وشينرا هيقاتلوا ضد القائد باونز. فارثر بيتحمس جدا وبيقول لشينرا سيب الطلعه دي لسيف البلازمي بتاعي اللي بيقطع اي حاجه ومحدش بيقدر يقف قدامه. فبانزو بيقول له تعالى لي بكل قوتك، وساعتها ارثر بيهجم عليه بكل قوته وبيحاول يقطعه لكنه بيصلب جسمه ولا بيحصل له اي حاجه. وساعتها ماكي اتصدمت وقالت ازاي ده سيف ارثر ممكن يقطع الحديد
الحديد. وساعتها بنزو بيقول له ده كل اللي عندك، وبيزقه بايده وبيطيره بعيد. فشينرا بيقول انا اللي هكسبك، وبيطير وبيهجم عليه برجليه هجمات قويه ومتتاليه، والمكان بيتزلزل من قوه هجمات شينرا. ولكن بنزو برضه مش بيتاثر ولا بيتحرك خطوه. فشينرا مش بيستسلم وبيهجم عليه باقوى ضربه عنده، ضربه الموت، وبوم بيحصل انفجار كبير جدا. بس ايه ده بنزو ما حصلوش اي حاجه غير حته صغيره بس من قميصه هي اللي بتتحرق. فبنزو قال له انت ليه بقيت جندي اطفاء؟ قال له عشان عاوز اكون بطل واكتشف السر وراء التحول البشري اللي كان سبب في موت مامتي واخويا. فبنزو قال له انت لسه ضعيف وقدامك طريق طويل ومليان عقبات، وبيعطيه بوكس بيطيره بعيد، وبيقول كده القتالات خلصت وبيمشي وبيسيبهم. وعلى الجانب الاخر بنشوف واحد بيكلم شخص غامض في التليفون اسمه دندوشا، وبيقول له ما تقلقش عمليه التبشير ماشيه زي ما انت مخطط لها. يا ترى ايه عمليه التبشير دي ومين دندوشا؟ اكيد كل ده هنعرفه بعدين. المهم في الوقت ده اوبي كان بيقرا نتائج الابحاث اللي هيبان عطتها له، وبيتصدم لما بيعرف ان جوه قلب البشر متحولين حمض نووي لحشره. معنى كده ان في حشرات حد بيحطها في الجسم وساعتها بيتحول فورا لوحش. وفي ذلك الوقت في مقر الفرقه الاولى شينرا وارثر والاثنين المستجدين اللي معاهم وهم بيتغدوا بيسمعوا صوت الانذار في كل مكان، وساعتها بيتحركوا مع الفرقه الاولى لمكان الحادثه، وبيتفاجئوا ان في 5 من المتحولين مش واحد بس. وساعتها الملازم كارم بيقسم الجنود ل3 مجموعات، واحده تخلي المكان من الناس وتحميهم، والتانيه تجمع معلومات عن اماكن تواجد الوحوش وتبلغ الباقيين بيها، والتالته بقيادته هتروح تقضي على الوحوش. وساعتها شينرا كان معجب جدا بتخطيط وقوه الفرقه الاولى وكان فرحان انه هيتعاون معاهم. ولكن الملازم كارم بيقول له انت وارثر هتقفوا هنا وتراقبوا الدنيا، وبيمشي وبيسيبهم. وفي اللحظه دي شينرا بيحس ان في حاجه غريبه، ولكنه بيلاقيه راجل عادي وكان لسه يروح عنده يشوفه لو محتاج مساعده. ولكن قبل ما يوصل عنده بيشوف ايد واحد ماسك ازازه صغيره وفيها حشره وبيدخلها في ظهر الراجل، وفجاه الراجل ده بيتحول لوحش فورا. وده اللي خلى شينرا يتصدم ويطلع يجري ورا الراجل اللي عمل كده باقصى سرعته هو وارثر، لحد لما بيلاقي قدامه ملازم كارم وريكا. وساعتها ارثر الغبي بيقول لهم انتوا مستخبيين ليه وبتعملوا هنا؟ ولكن شينرا حاول يسكته وقال لهم هو يقصد ان احنا كنا بنكتشف المكان وتهنا ولقينا نفسنا هنا والحمد لله اننا لقيناكم. وساعتها ملازم كارم بيقول لهم طب يلا على المقر، المهمه خلصت خلاص. وفعلا بيرجعوا. ساعتها ارثر بيقول لشينرا انت ليه سكتني؟ فشينرا قال له احنا مش قدهم، انت ما شفتش قوتهم عامله ازاي، ولو كنا اتكلمنا كان ممكن يدفنونا مكاننا ومحدش يعرف عننا حاجه، احنا لازم نتصرف بعقل وهنبدا ندور وراهم بذكاء. وفعلا بيتسللوا لغرفه كارم لانه ما كانش في غرفته، وبيتصدموا لما بيلاقوا ازازه صغيره فيها حشره جوه درج المكتب بتاعه. وساعتها شينرا قال معنى كده ان كارم هو اللي ورا كل ده. فجاه بيلاقوا كارم واقف وراهم وقال لهم انا حطيت الحشره دي كطعم عشان اختبركم، لانكم الصبح لما شفتوني انا وريكا اتصدمتم وكان شكلكم مخبي حاجه، وطالما تسللتم لغرفتي هنا وشكيتوا فيا معنى كده ان الشخص اللي شاكين فيه لابس نفس الزي بتاعي وما كانش موجود وقتها غيري انا وريكا، وانا اصلا بقالي فتره شاكك فيه وقت ما النيران ولعت في مجموعه كامله من الاطفال من شهرين، لان اللي حصل يومها كان غير طبيعي. وساعتها انا لقيت الحشره دي في موقع الحادثه وكده شكوكي كانت في محلها. وفي ذلك الوقت تاماكي بتقابل اطفال في الشارع فبتقول لهم تعالوا معايا لو عاوزين ما تتحرقوش زي اصحابكم اللي اتحرقوا، وبتاخدهم لمكان مهجور وبيكون هناك ريكا مستنيها وبيشكرها عشان جابت له الاطفال دي، وبيقول لها انه اكتشف ادعيه معينه هتحميهم لانه مش عاوز طفل يتاذى تاني. فتاماكي بتفرح وبتقول له انت طيب قوي يا سيدي وانا هجيب لك اطفال اكتر واكتر ومستعد اعمل اي حاجه عشانك. فساعتها ريكا بيقرب عليها وبيحضنها جامد لحد لما بيغم عليها. وساعتها بنشوف وشه التاني وبيقول للام والاطفال اللي موجودين انتم مجرد عينه عشان اشوف مين فيكم اللي هيقدر يستحمل النار ويبقى عنده قدره التحكم فيها ومين اللي مش هيصمد ويتحول لوحش. وبيبدا بالام اللي بتكون مرعوبه وحضن ابنها وبيطلق الحشر عليها ولكنها مش بتستحمل وبتتحول لوحش، فبيقول يا خساره وبيقتلها بدم بارد. وعلى الجانب الاخر الملازم كارم بيقول لشينرا وارثر انا عارف انكم بعد اللي عرفتوه هتدوروا ورا ريكا، بس انا بامركم انكم مش تدخلوا وتسيبوا الموضوع ده على الفرقه الاولى. فارثر قال له احنا منتدبين عندكم لفتره معينه وهنمشي ومش هناخد اوامر غير من القائد بتاعنا وبس. نرجع تاني لريكا اللي بعد ما قتل الام الاطفال كلها بتبكي، وساعتها تاماكي بتفوق وبتقول له انت بتعمل ايه ايها القذر؟ قال لها على فكره انا كان ممكن اموتك بس انا لسه محتاجك عشان تجيبي لي اطفال اكتر، وانا مش هستسلم حتى لو قضيت على كل الاطفال بتوع العالم لحد لما اجمع اشخاص متوافقين ويقدروا يستحملوا شعره الاحتراق واللي هي ادولا، وكل ده عشان خاطر دندوشا. فتاماكي قالت له انا مصدومه فيك، انت اكتر واحد انا كنت بثق فيه لدرجه كنت بنفذ اللي بتطلبه بدون ما افهم، وفي الاخر طلعت خاين وحقير. وساعتها ريكا شاطها برجليه وطيرها بعيد وقال لها اخرسي وما تصدعنيش لحد لما خلص اللي انا بعمله، وقام ماسك طفل وحط له الحشره، بس المره دي الطفل اتحملها وما تحولش لوحش ناري. فريكا فرح وتحمس وبيبص لباقي الاطفال وهو في ايده الحشرات وبيقول لهم الدور عليكم يا حلوين. وساعتها تاماكي بتترجاه ان يوقف اللي بيعمله ده
وبتصرخ بعلو صوتها وبتقول حد يساعدنا، وباستخدام قدراتها بتطلع شرارة نار في السماء وبتستعد عشان تقتله، وبتقول له طول ما فيها نفس هقفلك. فريكا بيروح عندها وبينزل فيها ضرب يمين وشمال، وما كانش رحم البنت خالص، وبيقول لها كنت مفكرك ذكيه وهتساعديني، طلعت غبيه وهتخليني اموتك. وبيجهز النار اللي في ايده عشان يقضي عليها مره واحده وللابد. واذ فجاه بيوصل شينرا واللي اصلا كان بيدور على ريكا، ولما شاف نار تاماكي نزل يشوف في ايه. المهم بيهجم على ريكا وبيبعد عن تاماكي وبيدوس على وشه بكل قوته لدرجه بيحصل انفجار كبير جدا، وبيروح يطمن على تاماكي واللي بتكون منهاره من اللي حصل وبيهديها، وبيكون مفكر انه قضى على ريكا. ولكن فجاه ريكا بيقوم وبيغفله من وراه وبيضربه وبيطيره بعيد، ومش كده وبس ده بيديله بوكس قوي في بطنه. بس شينرا بيحاول يقوم وبيضربه وبيثبته على الارض، لكن سرعان ما ريكا بيستعد قوته وبيبقى له اليد العليا في القتال، وبيقوم وبيستعد للشباك مره ثانيه. بيقول لشينرا مش هسمح لحد يوقف عمليه التبشير مهما حصل. ولكن وقتها بيلاحظ ان الحشره اللي معاه بتنشط وبتكون عاوزه تروح لنيران شينرا. فريكا بيفرح وبيقول لشينرا نيرانك دي نيران اصليه ومدمره، وده اللي كل اتباع دندوشا بيدوروا عليه، انت كنز وما انتش عارف ده. انا حولت اطفال كتير جدا لوحوش عشان بس الاقي حد متوافق، وانت جنبي وانا ما اعرفش. فشينرا ما بيكونش فاهم حاجه وبيهجم عليه، وده اللي خلى ريكا بيجمع كل قوته الناريه في دراعه، ولو لمس اي حد بيه هيحرقه. فشينرا ما كانش عارف ازاي هيهزمه بدون ما يلمسه، ولكن بتجيله فكره وبيطير للسقف وبينزل عليه مره واحده وبيضربه ضربه قويه جدا، وبيحصل انفجار كبير من قوه الضربه. ولكن هل كده خلاص قضى عليه ولا لا؟ لا والله، على الرغم ان ريكا اخد ضرر كبير جدا وكان عمال ينزف من كل حته، ولكنه مش راضي يستسلم. فشينرا بيقول له سلم نفسك، انا مش عاوز اموتك، انت بتعمل كل ده ومستعد تضحي بنفسك لصالح مين؟ فريكا قال له لصالح دندوشا، واحنا اتباعه المخلصين ومهمتنا اننا نخلي النار تغطي العالم كله من تاني. وبيتحمس جدا وهو بيتكلم وبيطلع نار ضخمه من ايده. فشينرا بيقول له يا غبي انت كده هتتحرق انت كمان. فريكا قال له مش مهم، المهم ان احرقكم كلكم معايا. وكان لسه يحرق المكان كله، فكارم بيجي وبيجمد ايده وبيقول له وقف اللي انت بتعمله، لانك كل ما هتزود نارك انا هزود التلج بتاعي وهجمدك. ولكنه مش بيهتم وبيخرج كل طاقته الناريه. فساعتها كارم بيجمده بالكامل وبيكون حزين عليه لانه صاحبه، وفي الوقت ده ملازم لاو بيوصل، وكارم قال له انا جمدته مؤقتا بس لحد ما يهدى ونعرف نستجوبه ونشوف هنعمل ايه معاه. واذ فجاه هما بيتكلموا قناص بيضرب طلقه على ريكا في نص قلبه وبيموته صدمه بكل المقاييس. وبنعرف ان اللي عمل كده قناصه ومعاه واحد من اتباع دندوشا، وكانوا لابسين رداء ابيض وقتلوه عشان محدش يستجوبه. ومش كده وبس، دول كمان عاوزين يخلصوا على كل الموجودين. وساعتها القناصه بتطلق سهام ناريه عليهم، وسهم فيهم كان هيسيب كارم، ولكن لو بياخد الطلقه مكانه وايده بتتقطع. فكارم بيتصدم بيقول له ليه ضحيت بايدك عشاني؟ فلو قال له لاننا لسه محتاجينك يا صاحبي. وساعتها كارم بيأمر شينرا انه يغطيهم بدخان كتير عشان يشوش الرؤيه على القناصه وما تعرفش تصيبهم تاني، وبيخلي تاماكي تخبي الاطفال بعيد وتطلق اشعه كبيره من طاقتها في السماء وهو بيجمدها. فشينرا قال له هم واقفين بعيد وعمر الاشعه ما هتصيبهم. فبيقول له احنا بنعرفهم اننا اكتشفنا امرهم، وطبعا ده عكس خطتهم فيخافوا ويمشوا. وفعلا القناصه لما ما عادتش شايفه حاجه من الدخان اللي شينرا عامله وشافت نار تاماكي قالت شكلهم اكتشفوا مكاننا واحنا مش مستعدين لقتالهم دلوقتي، وبيمشوا. بس شينرا كان عاوز يروح وراهم، ولكن الملازم كارم قال له انت استهلكت كل قوتك في قتالك مع ريكا ومش هتقدر تقاتل حد دلوقتي. وبيقول لتاماكي انا عارف ان ريكا خدعك، بس انت ازاي تتصرفي من ورانا؟ ومش كده وبس، انت عرضتي اطفال ابرياء للخطر فهتتوقفي عن العمل فتره. فتاماكي بتتاسف له وبتقول له انا غلطت ومستعده لاي عقاب. وبيكمل كلامه مع شينرا وبيشكره عشان ساعدهم، وبيقول له اكيد بعد اللي حصل ده فرقتك هتسعى ورا دندوشا، وانا شرفني ان اتعاون معاكم لاني عاوز انتقم من كل اللي كان السبب في موت اعز اصدقائي. المهم بعد اللي حصل ده الاخبار بتوصل لامبراطور طوكيو، وساعتها بيامر قاده فرقه الاطفاء انهم يتجمعوا عنده. وساعتها القائد اوبي وهيبانا بيروحوا لاجتماع القاده وبياخدوا معاهم شينرا لانه شاد عيان على اللي حصل. واوبي بيقول لهم ده اول مره يجمعوا قاده الفرق مع بعض لان اللي حصل ده كارثه وهيقلب الموازين. وهم في طريقهم لمقر شينرا بيتصدم اول لما بيشوف ضخامه امتراسو، ودي محطه الطاقه الوحيده في طوكيو كلها. واول لما بيوصلوا واحد لابس قناع بيكلم هيبانا على جنبه بيقول لها مش انت المفروض تبع هيجيما زيي؟ امال ليه كل شويه راحه جايه مع الفرقه الثامنه؟ فهيبانا اتهربت من سؤاله ومشت وسابته. وتعالوا بينا نتعرف اكتر على قواد الفرق. اول واحد بانزو ده قائد الفرقه الاولى زي ما انتم عارفين، وقائد الفرقه الثانيه هو هوندا، ودكتور جيفاني قائد الفرقه الثالثه وده اللي كان بيتكلم مع هيبانا من شويه. وبعدين القائد اجو قائد الفرقه الرابعه، وطبعا الاميره هيبانا، وبعدين قائده الفرقه السادسه كاياكو، وقائد الفرقه السابعه بنمارو شينمون، واخيرا القائد اوبي. وساعتها الامبراطور رافلز بيبدا الاجتماع وبيعرفهم ان بقى في خطر حقيقي بيهدد العالم وهو دندوشا، ولازم كل الفرق تتعاون مع بعض وتبحث كويس لحد لما توصل له ويقضي عليه. بس قائد الفرقه السابعه بيعترض على كلامه وبيقول له انا مش هتعاون مع حد ولا باخد اوامر من حد، وبيكون واضح انه قوي بطريقه مرعبه. فالامبراطور قال له مش وقت خلافات وتمرد، احنا لازم نتحد، البشريه كلها في خطر حقيقي. وبيقول لشينرا انا عرفت انك عندك شعله ادولا، والكل بيتصدم اول لما بيسمع
يسمع ده، وساعتها قائد الفرقه الثالثه قال له يبقى شينرا كده في خطر لان اتباع دندوشا مش هيسيبوه، فانا شايف ان لازم يبقى تحت حراسه مشدده. ولكن شينرا بيقول للامبراطور ارجوك يا سيدي ما تعملش كده، انا عاوز احمي الناس مش تحطوني تحت حراسه. وده اللي خلى هيبانا تقول لهم شينرا مسؤوليه الفرقه الثامنه والمفروض ما حدش يتحكم في اعضاء اي فرقه تانية، وكل فرقه تركز انها تقضي على دندوشا. وطبعا هي بتعمل كده لانها خايفه على حبيب القلب شينرا، وبتقول له اوبي اياك توافق على الهبل ده، الفرقه الثالثه عاوزه تاخد شينرا اصلا وتعمل عليه ابحاثها. وساعتها اوبي قال للامبراطور هو تبعي وانا مسؤول عن حمايته، فالامبراطور بيوافق على كلامه، وبنكتشف ان كل ده الجوكر بيتجسس عليهم وسمع كل حاجه. وبعد كده الكل بيرجع مقره، بس شينرا بيقول لاوبي معلش عاوز استكشف المحطه لاني اول مره اشوفها، روحوا انتوا وانا هحصلكم. وفعلا بيروح هناك، وساعتها الجوكر بيجي له وبيقول له مبروك انت قربت توصل لمكان اخوك شو، خليك دور ورا دندوشا وهتلاقي هناك اخوك، لانه اصلا قائد لمجموعه من الفرسان اللي بيشتغلوا مع دندوشا وبيختفي من قدامه. فساعتها شينرا بيتصدم من اللي سمعه وبيقول سامحيني يا امي لاني لو كنت قوي كفايه ما كانش كل ده حصل. المهم بعد الاحداث دي اوبي بيجمع اعضاء فرقته وبيقول لهم دوروا في اوراق الحوادث اللي عندنا، ولو لقيتوا اي حاجه توصلنا لدندوشا او منظمه الرداء الابيض عرفوني. واثناء ما هم بياكلوا شينرا قرر يقول لهم السر اللي الجوكر قاله له عن اخوه وانه لسه عايش وكمان بقى من اتباع دندوشا. فساعتها اوبي قال له ما تخافش احنا معاك وهنساعدك توصل لاخوك وهترجعه تاني، احنا كلنا ايد واحده. وساعتها شينرا بيطمن وبيفرح وبيعرف انهم سند مش فريق وخلاص، وده اللي خلاه يساله هو ازاي اتاسست الفرقه الثامنه. فحين قال لهم في البدايه انا اصلا ما كانش ليا اي علاقه برجال الاطفاء، انا كنت مجرد ضابط في الجيش وماكي كانت جنديه في الجيش. المهم انا ما كانش ليا اصحاب الا صديقي الوحيد توجو، وده كان من رجال الاطفاء وبيحب شغله جدا ومعتز بيه. وفي يوم من الايام وانا نايم بصحى بلاقي صديقي بيتحول لوحش ناري قدام عيني وبيقول لي خد المسدس ده موتني قبل ما افقد السيطره على نفسي، بس انا كنت ضعيف وما قدرتش اعمل كده وسبته يتعذب لحد لما جم رجال الاطفاء وخلص عليه. ومن وقتها قلت لازم ابقى قوي وشجاع واخد مسدسه، وقلت هريح بيه الناس زي ما كان بيعمل. وفي الوقت ده اوبي كان شغال رجل اطفاء عادي، يعني مهمته انه يطفي النار ويعمل تقارير عن اماكن وجود المتحولين وبيعطيها لجنود الاطفاء. وفي يوم بيظهر وحشين في نفس الوقت، واحد مسالم والتاني عمال يقتل في الناس، وبيعرف الفرقه الثالثه المسؤوله بكل ده. وساعتها اعضاء الفرقه بيقولوا بكل لا مبالاه يبقى هنقتل المتوحش عشان ناخد نقاط اكبر ونسيب التاني. فاوبي قال للقائد انتوا عددكم كبير قسموا نفسكم وخلصوا على الاثنين عشان يرتاحوا من اللي هم فيه. فالقائد ما اهتمش بكلامه ولا حتى صعبت عليه زوجة المتحول اللي قعدت تترجاهم وتعيط لهم عشان يريحوا جوزها اللي عمال يتحرق بالنار. وانا كنت معدي بالصدفه وشايف كل اللي بيحصل ده، وساعتها لقيت اوبي بكل شجاعه بيقول للست اطمني انا هروح وهعمل لك اللي انت عاوزاه. فرحت له وعرفته بنفسي لان كنت ناوي اعمل اللي هيعمله، مع ان كده احنا الاثنين هنتعرض لمساءله قانونيه وهنترفد من شغلنا لان ده مش مسؤوليتنا. وفعلا عملنا كده وما همناش اي حاجه، ودي كانت اول مره لينا احنا الاثنين نريح وحش ناري. ومن وقتها اوبي قرر يكون فريق لمكافحه الوحوش واسس الفرقه الثامنه وخلينا المعبد القديم ده لينا، وما كانش حد في الفريق غيرنا. وبعت الماكي تنضم لينا وهي وافقت، وبيعرفهم ان اول عمليه ليهم بعد ما بقوا فريق كانت لوحش ناري لابس رداء ابيض وما عندوش اي اهل. والغريب ان اول ما مات لقينا الشركه اللي كان شغال فيها جت بسرعه ولم كل مقتنياته، وكانهم خايفين ان سره يتكشف. ومقر الشركه دي تبع منطقه تخص الفرقه السبعه، وعشان كده هنبدا بحثنا من هناك يمكن نوصل لحاجه. وفعلا بيروح عند شينمون قائد الفرقه السابعه وبيكون شكله صعب جدا، واول لما بيشوفهم بيهزقهم وبيرفض التعاون معاهم وبيقول لهم انا مش مهتم بالتحقيقات عن دندوشا ولا باخد اوامر ولا هتعاون مع حد، وكل اللي هممني سلامه قريتي وبس. وبيطردهم، ولكن شينرا بيقول اتباع دندوشا بيحولوا البشر لوحوش صناعيه عن عمد، وممكن الضحيه الجايه تكون واحد من سكان قريتك، ولو همك سلامه سكان القريه تعاون معانا. وهم بيتكلموا بيسمع صوت جرس الانذار، فشينمون قال لهم انا اروح اخلص عليه ولو رجعت ولقيتكم اخلص عليكم انتوا كمان. وبيطير لمكان الوحش والكل بيتصدم من قوته. فالمساعد بتاعه واللي بيكون شكله طيب عكس شينمون بيقول لهم هو بيقدر يصنع النار ويتحكم فيها كمان لانه من الجيل الثاني والثالث وده مش عند حد، عشان كده يعتبر اقوى جندي اطفاء. وفعلا شينمون في ثانيه بيقضي على الوحش بس بعد ما كان دمر اغلب بيوت القريه. وساعتها سكان القريه بيحتفلوا، ست عجوزه بتقول لشينرا ممكن طريقه لارقاد الوحوش بتكون قاسيه بالنسبه لكم بس بالنسبه لنا هو منقذنا. وساعتها شينمون بيؤمر عمال البناء انهم يصلحوا البيوت اللي اتدمرت، وبيقول للسكان اي حد بيته اتدمر يفضل قاعد في بيت الاستضافه لحد لما نصلح بيتكم. فساعتها شينرا اقترح على اوبي انهم يساعدوهم في التصليحات عشان يخلصوا اسرع، ووقتها شينمون ممكن يوافق انهم يعملوا تحرياتهم، وفعلا بيعملوا كده. والاخبار دي بتوصل لدندوشا وبيعطي الامر بانهم يخلصوا على الفرقه الثامنه والسابعه ويجهزوا الحشرات عشان يدمروا القريه كمان. وفي الوقت ده شينمون كان بيغير على جراح كونرو المساعد بتاعه وبيقول له المفروض تبقى انت القائد مش انا، مش كفايه اللي حصل لك بسببي. فكونرو قال له انا دلوقتي جسمي بقى ضعيف وما عدتش قادر اقاتل زي الاول وما ينفعش القائد يكون ضعيف. فساعتها شينرا كان بيجري ورا بنتين توأم صغيرين داخله عند شينمون
شينمون وشافه وهو بيعالج المساعد بتاعه، فشينرا بيتأسف عشان دخل بدون استئذان، فالمساعد قال له مفيش مشكلة، احنا المفروض نشكركم عشان بتساعدونا في الإصلاحيات وكمان بتعتنوا بالأطفال وبتلعبوا معاهم. وبعد ما شينرا بيخرج كونرو بيقول لشينمون انت ليه مش موافق تتعاون معاهم؟ شكلهم طيبين زينا مش زي بقية الفرق. قال له لو انت شايف كده تمام انا موافق، وبيخرج من الأوضة عشان يعرف اوبي ان موافق على التعاون معاهم، ولكنه بيلاقي شينرا واقف بره مستنيه وبيقول له القائد اوبي قال لي ابلغك ان عاوزك ومستنيك في الساحة. فشينمون قال له كويس انا اصلا كنت رايح له. وهو في طريقه بيسمع اوبي وهو بيتكلم مع هينوا وبيقول له احنا نفذنا اول خطتنا وحولنا الراجل الصبح الوحش، لسه باقي السكان عاوزين نحولهم هم كمان. صدمة بكل المقاييس، القائد اوبي وهينوا طلعوا خاينين. وساعتها شينمون بيغضب على الاخر وبيقسم انه هيموتهم وبيطلع نار من كل مكان وبيهجم عليهم وما بيكونوش فاهمين هو بيهاجم ليه. فبيقول لهم انا سمعتكم بوداني وعرفت خطتكم القذرة. وساعتها باقي اعضاء الفريق بييجوا وبيقولوا له احنا مش فاهمين حاجة بس مش هنسمح لك تأذي قائدنا، ولكنه مستمر في هجومه. فاوبي بيقول له اكيد في حاجة غلط واحنا مش عاوزين ندخل معاك في قتال، بس هو ولا كأنه سمعهم من كتر الغضب. وفي تلك الاثناء بنشوف اتنين من منظمة الرداء الابيض بيقولوا الغبي يقع في الفخ، يلا نكمل بقى خطتنا. يعني فعلا طلعوا مظلومين، ولكن شينمون ما يعرفش وبيستعد عشان يقتل اوبي. فهينوا بيقول له امشي انت والبس زيك وسيب الباقي علينا لحد لما ترجع. وماكي بتحاول تصد هجمته بس ما بتقدرش وكانت هتموت، ولكن شينرا بينقذها وبيحاول يهجم عليه ولكنه بيوقعه في الميه. وساعتها هينوا بيضرب عليه طلقات ناريه ولكنها مش بتاثر فيه، فارثر وتاماكي بيجروا ناحيته وبيهجموا عليه مع بعض، ولكنه بيضرب تاماكي وبيمسك ارثر وبيعملوا كدرع وبيصد بيه كل الطلقات بتاعت هينوا. ومش كده وبس، ده بيحول ايده لسيف ناري وبضربه واحده منه وهو في مكانه بيثبت ارثر وهينوا في الارض ومش بيكونوا قادرين يتحركوا. هي القوه دي حرفيا ده شملهم كلهم. وساعتها اوبي بيجي وبيقول له مالكش دعوه بجنودي، خلينا نقاتل قائد لقائد. فشينمون قال له انت ليه عاوز تدمر قريتي؟ فاوبي قال له انا مهما اقول لك اني ما عملتش حاجه مش هتصدقني. فشينمون قال له انت قذر وخاين وبيهجم عليه بالنيران، ولكنه بيستغرب ان مش بيمتصها. فاوبي بيعرفه انه ما عندوش اي قدرات وبيجري عليه وبيرمي عليه قنابل من الدخان وبيغفله وبيضربه، ولكن شينمون بيتشالب فوقه وبيوقعه على الارض. بس اوبي بيقوم وبيعطيه واحده براسه، وده اللي خلى شينمون يغضب جدا وبيستعد عشان يعمل اقوى هجوم عنده ويدمره مره واحده وللابد. ولكنه بيتفاجئ انه مساعد كونرو بيقف بينه وبين اوبي. فشينمون قال له ابعد من هنا، دول شويه حسال عاوزين يدمروا قريتنا. فكونرو قال له انا مش مصدق اكيد في حاجه غلط، ولكن شينمون كان مصمم على موقفه وبيستعد عشان يعمل ضربته القاضيه، ولكن كونرو بيمسك ايده بيحاول يوقفه وكان يتحرق. فشينمون بيقف فورا عشان صديقه وقال له عشانك بس هعطيهم فرصه يدافعوا عن نفسهم. فاوبي وهينوا قالوا احنا ما نعرفش ايه اللي حصل هنا، احنا كنا في احد المحلات بنشتري حاجات نقصانه وفجاه لقينا حد بيهاجمنا. فشينمون قال له انا رحت للمكان اللي اوبي قال لشينرا ان مستني فيه وسمعت خيانتهم. فاوبي قال له انا ما قلتش كده لشينرا. فشينمون قال لهم انا اروح المحل اللي انتوا كنتوا فيه وهتاكد منه انكم كنتم هناك ولا لا، واياكم تتحركوا من هنا لحد ما ارجع. وبعد كده كونرو بيكون نايم تعبان بعد ما تحمل نار شينمون وبيقول لهم انا متاكد ان في سوء فهم. فساعتها شينرا ساله ايه اللي عمل في جسمك كده، وبنعرف ان هو وشينمون من زمان كانوا مسؤولين عن حراسه القريه، وفجاه بيظهر وحوش ناريه كتيره مره واحده والنار بقت في كل مكان، وهم بلغوا الفرقه الرابعه اللي كانت وقتها مسؤوله عن القريه، ولكنهم اتاخروا جدا. فساعتها كونرو وشينمون اضطروا انهم يتعاملوا بنفسهم وفعلا ارقدوا كل الوحوش وكانوا جابوا اخرهم، ولكنهم بيتفاجئوا ان في وحش بقرون ضخمه جدا. وساعتها كونرو عرف ان الوضع خطر فخاف على صديقه شينمون فضربه وخلاه يغمى عليه وتصدى للوحش لوحده، وبيستخدم اقصى قوته لدرجه ان جسمه بيتفحم بالكامل. وبعد ما كل حاجه خلصت الفرقه الرابعه بتفكر تيجي، وعشان مش يتفضحوا لانهم اتاخروا طبعا جدا قائد الفرقه الرابعه بيتكلم معاهم وبيقول لهم احنا قررنا ناسس ليكم الفرقه السابعه. نرجع بقى للوقت الحاضر، وبعد ما شينرا بيسمع ده بيتاثر جدا وبيقول له لو حسيت انك في خطر تاني نادي عليا بس وانا هساعدك. نرجع تاني لشينمون اللي اول لما بيروح السوق بيلاقي كل الناس ماسكه ببعض وعماله تتشاكل، وواحد بيتهم التاني بالسرقه وواحده ماسكه في رقبه جوزها وتقول له يا خاين انا شفتك ماشي مع واحده غيري على البحر، وهو يقول لها يا ست اهدي انا كنت نايم اصلا. ده حتى البنتين التوأم الصغيرين ما سلموش هما كمان، وواحده فيهم بتقول لهم دي مش اختي. وساعتها ارثر بيجي وبيمسك واحده فيهم وبيكسر بيها الحيطه لانه لمح ان اسنانها متكسره وكانها راجل عجوز، وفعلا اول ما بتتخبط وشها بيتحول لراجل عجوز. وعلى الجانب الاخر داخل مقر منظمه الرداء الابيض واحد اسمه يونا كان عمال يغير في اشكال الناس عن طريق التحكم في حراره جسمهم، وساعتها بتدخل عليه واحده وبتقول له الحشرات جاهزه يلا عشان نكمل مهمتنا ونشعل النيران في القريه كلها. نرجع تاني لشينمون واللي ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل وازاي مره واحده كل سكان القريه بتشك ببعضها، ومش كده وبس لا ده بيظهر عدد كبير جدا من الوحوش. فبيقول انا ما كانش ينفع اكون قائد، كونرو هو اللي بيعرف يتصرف في المواقف اللي زي دي. وفي الوقت ده بيوصل يونا للقريه وبيكون فرحان وبيقول بعد ما حطيت ناس متنكرين باشكالهم وسطهم محدش هيثق في التاني والدنيا هتولع واحنا هنستغل الفوضى دي ونقضي على الفرقه الثامنه. وعلى الجانب الاخر اوبي بيعطي امر لاعضاء فرقته انهم ينقذوا الناس،
ولكن ما لهمش دعوه بالمتحولين لان دي مش منطقتهم، وشينمون ممكن يتضايق ويس فجاه حد بيحاول يستهدفهم وبيطلع ده نفس القناص اللي كان موجود في حادثه ريكا. وساعتها ماكي حاولت بصعوبه جدا تمتص سهم جاي عليهم وتحرقه، وساعتها شينرا بينطلق وبيقول لهم انا هشتتهم، واوبي بيبعت ارثر معاه، ولكن شينرا استنتج من طريقه رميهم للسهام انهم بيحاولوا يستدرجوه عندهم لوحده ويبعدوه عن باقي الفريق. وفي الوقت ده اوبي وباقي الفريق بيروحوا عند كونرو وبيقولوا له احنا حاولنا نساعدكم ونخلق قريه ولكن السكان رافضين يسمعوا كلامنا ومش مبطلين خناق. فساعتها كونرو عارف ان السكان محتاجين لقائد، وده اللي خلاه يطلع لأعلى برج وينادى على شينمون. وفي الوقت ده القناصه قدرت تصيب شينرا بسهم ووقعته، فساعتها شينرا عرف مكانها وجرى وراها وقال لها مش هتهربي مني المره دي، ولسه هيهجم عليها بيجي الراجل اللي تبعها من ورا وبيغفله وبيضربه بطبنجه في صدره وبيثبته، وساعتها القناصه بتطلق شعاع ناري عليه ولكن ارثر بيصده بسيفه وبيبعدهم عن شينرا. فشينرا قال له احنا لازم نتحد مع بعض ونحط خطه زيهم عشان نغلبهم، سيب عليا القناصه لان اسرع منك وانت قاتل اللي معاه السلاح اللي بيحرس القناصه. وفعلا بيعملوا احلى دويتو مع بعض وبيهزموهم، وخلاص ارثر على وشك انه يقطع دراع القناصه بس الراجل اللي معاه بيحميها وبيخليها تهرب وبيقوم اكل حشره مضيئه. وفي الوقت ده شينمون بيوصل عند كونرو وبيقول له انا مش فاهم حاجه ولا عارف اتصرف من غيرك. فكونرو قال له في حد بيتلعب بالوشوش وبيضحك على الناس، انا شفت ده بعينيا. فشينمون قال له خلاص قول الكلام ده للناس وسكتهم. فكونرو بيرفض وبيقول له انت القائد يا شينمون، انت الاقوى والقريه محتاجاك، وبطل تحس انك السبب في اللي حصل، ولو عاوز ترد الجميل انقذ قريتنا. وبيسيبه وبيمشي. وساعتها شينمون بيرفع البرج كله برجليه وبينادي باعلى صوته ايها الناس اسمعوني كويس، احنا بنتعرض لهجوم خارجي وناس بتخلي شكلهم زي ناس تعرفوهم عشان يوقعوكم في بعض، وانا عارف ان سكان قريتي اقوياء، فالمطلوب منكم دلوقتي انكم تضربوا بعض باقصى قوتكم عشان نعرف المزيفين من الحقيقيين. وفعلا الكل بيهدى وبينفذوا كلامه. نرجع تاني لشينرا وارثر والراجل اللي بعد ما بلع الحشره بيتحول لشيطان بقرون وبتكون قوته مرعبه وبيهجم على شينرا، ولكن ارثر بيتصدى له بسيفه بس الوحش اقوى منه وبيطيره بعيد. ومش كده وبس، ده بيطلع كره كبيره من النار وبيحدفها على شينرا، وساعتها ارثر بيقوم مره تانيه وبيحاول يضربه بسيفه لكن بيتفاجئ ان جسمه صلبه حتى سيفه مش قادر عليه. فساعتها شينمون بيوصل وبيقول لهم امشي انتوا، ده مش من مستواكم، ده زي اللي كان هنا من سنتين وتسبب في اصابه صديق كونرو، وبيبدا يشتبك معاه وبيهجم عليه بهجوم ناري قوي جدا ولكن الوحش مش بيتاثر. فبيفتكر ان كونرو عشان يهزم الشيطان زي ده كان ضربه بكميه ضخمه جدا من النار، فبياخده وبيطير بيه في السماء عشان الهجوم ده لو حصل القريه كلها تتدمر. وساعتها القناصه بتشوفه وهو طاير بيه وبتحاول تستهدفه عشان توقعه ما يموتهوش. وفي اللحظه دي كونرو بيشوفها وبيحاول يمنعها لكنه بيقع ومش بيبقى قادر يتحرك، وبيتذكر كلام شينرا فبينادي عليه. وساعتها شينرا بيحس بكهرباء في رجله وبيستغرب ايه ده، وبيحس ان ده نداء من كونرو، فبيبص في السماء وبيشوف السهم منطلق بسرعه كبيره ناحيه شينمون، فبينطلق باقصى سرعته وبيحاول يغير مسار السهم. ويونا كانت متاكده انه مش هيعرف ولكنه بصعوبه بينجح وبيبعده عن شينمون. وساعتها شينمون بيقول له سيب الباقي عليا، وبيستخدم كل قوته وبيضرب الشيطان ضربه قويه جدا والسما كلها بتنور احمر من كتر قوه الانفجار، وفعلا بيقضي عليه مره واحده وللابد، ولكن كان بيسقط لانه استخدم كل قوته. وساعتها شينرا بيشيله وبينقذه وبيتم السيطره على الوضع في القريه والسلام بيرجع مره تانية. وعلى الجانب الاخر القناصه بتنسحب وبتروح تبلغ قائد فرسان النيران، وده بيكون شو اخو شينرا، وبتعرفه انهم فشلوا للمره الثانيه انهم يقضوا على الفرقه الثامنه، فقال لها الطلعه الجايه انا اللي اروح بنفسي. وبعد الاحداث دي اوبي بيرجع تاني للمقر بتاعهم وبيلاقي هيبانا بتقول له شركه هيجيما بعتت عالم من عندها عشان يشتغل معاكم في الفريق بما انكم ما عندكمش فريق علمي، بس انا مش واثقه فيهم وحاساه جاسوس. وفعلا اوبي بيروح يقابله وبيطلع ده العالم اللي كان بيتكلم مع الجوكر في الاول لو تتذكروا، وبيكون اسمه فيكتور. المهم اوبي بيقول له فيكتور متشكرين لخدماتك، هيبانا بتساعدنا، فقال له ما ينفعش تكون فرقه بدون باحث علمي، ارجوك وافق ان اكون معاكم لان عاوز اكون قريب من موقع الاحداث واستكشفها، ولو شفت مني اي حاجه وحشه تردني. فاوبي بيوافق وبيقول كده ما عادش فاضل الا المهندس والفرقه بتاعتنا تكتمل، وبيأمر شينرا وارثر والاخت اريس انهم يروحوا ورشه مهندس اسمه فالكان ويحاولوا يقنعوه انه ينضم ليهم. فهيبانا بتقول له ما تتعبش نفسك، هيجيما بنفسها وتقريبا كل الفرق حاولوا يخلوه ينضم ليهم وهو رفض لانه بيكره هيجيما وجنود الاطفاء. قال لها دينا بنجرب يمكن يوافق، وبيخليهم يغيروا زي الاطفاء ويلبسوا هدوم عاديه عشان يوافق يقابلهم. وفعلا بيروحوا. اول لما بيوصلوا ارثر بكل فخر بيقول له انا فارس من جنود الاطفاء، وساعتها بيلاقي حد بيحدف عليهم علب كنز ومش بيعبرهم. وفي الوقت ده بيلاقي ولد صغير ومعاه شنطه فيها ادوات معدنيه وبيقول له انا جبت الحاجه اللي انت طلبتها يا معلمي. وساعتها بيفتح له وبيدخل الولد جوه الورشه وبيقول للشنرا واللي معاه امشوا من هنا احسن لكم، انا مش بشتغل مع جنود الاطفاء قذرين زيكم. فشنرا بيتعصب وبيقول لهم يلا نمشي، هو شايف نفسه على ايه. ولكن الولد الصغير بيكون اسمه يو بيخرج لهم وبيقول لهم انا هساعدكم واخليكم تتكلموا معاه لانكم شكلكم طيبين مختلفين عن الفرق التانية. وفعلا بيدخلهم عند الباب الخلفي، وساعتها بيتصدموا من عبقريته وذكائه والحاجات
الحاجات اللي بيصنعها. وبيقابلوا هناك بنت اسمها ليزا عايشه معاه، لكن اول لما بيشوفهم بيزعق ليو وبيقول له ازاي تدخلهم بدون اذني. وساعتها ليزا بتشوف دكتور جيوفاني بره، وده قائد الفرقه الثالثه. وساعتها فولكان بيقول لهم انا هطلع اشوف عاوز ايه على بال ما تكون انتم مشيتوا من هنا. وبنعرف ان دكتور جيوفاني كل شويه يجيله عشان يخليه ينضم لشركه هيجيما، وبيقول له احنا مش هنكتفي بس باننا نوقف تمويل مشاريعك، احنا هيكون لنا تصرف تاني معاك. وبيهدده، ولكن فيكتور كان مصمم على كلامه، بيقول له انا عمري ما اتخلى عن مبادئي عشان فلوس وسلطه زيك يا خاين. فدكتور جيوفاني بيقول له ما تندمش على اللي هيحصل، وبيسيبه وبيمشي. وساعتها شينرا بيقول له انا سمعت كل حاجه وعاوزك تنضم لينا، احنا مش زي الفرقه التانيه، ده حتى احنا بنحقق بالسر في الفرقه التانيه لحد لما نوصل لسر تحول البشر لوحوش وننقذ الناس. ولكن برضه فولكان بيرفض، ولكنه بيحس انهم كويسين، فبيوريهم اغلى جهاز هو صنعه بمساعده ابوه وجده، وبيكون زي بروجيكتور كده بيعرض صور حيوانات كتيره مجسمه، وبيعرفهم ان بسبب الكارثه اللي حصلت مليون نوع حيوان انقرض، لان القارات اللي كانوا عايشين فيها اتحرقت وما عادش فاضل الا طوكيو، واللي بتكون معتمده على الاماتراسو مصدر الطاقه الوحيد الموجود حاليا. وهو حلمه انه يصنع مصدر طاقه دائم في العالم كله عشان يوجد حياه مره اخرى. وساعتها كلهم بيعجبوا بذكائه، وهو بيسيبهم وبيمشي بعد ما وراهم جهازه. وده اللي خلى شينرا يكلم ليزا، وكان مفكرها اخته عشان تقنعه، ولكنها بتعرفهم ان فولكان عرض عليها تعيش عنده، وده بعد ما فقدت عائلتها كلها في الحرائق. وبتقول لهم انا عارفه فولكان مستحيل ينضم ليكم لانه بيكره هيجيما ودكتور جيوفاني، وده بسبب ان ابوه ودكتور جيوفاني كانوا تلاميذ عند جده، واللي كان حاطط قانون ان محدش من تلاميذه يشتغل تبع هيجيما. وفي يوم فولكان صحى لابوه وجده بقوا وحوش ناريه وتم القضاء عليهم، وبعدها على طول دكتور جيوفاني راح يشتغل مع هيجيما، ففولكان اعتبره خاين من وقتها. وبعد كده ليزا بتدخل وبتسيبهم، وهم خلاص فقدوا الامل ان ينضم ليهم وكانوا هيمشوا. ولكن إذ فجأة شينرا بيحس بوصل الكهرباء اللي حصلت له لما كان كونرو كان في خطر، فبيقول لهم انا حاسس ان فولكان في خطر. وتعالوا نرجع بالزمن شويه لورا، تحديدا وقت الكارثه الكبرى، وبعد ما اغلب العالم بقى رماد، ظهر واحد اسمه رافلز الاول، واخد الناس اللي لسه عايشه ومشى بيهم لحد لما لقى شعله ادولا ودي نار اصليه، واللي بسببها العالم رجع بشكل تدريجي من جديد. المهم نرجع للوقت الحاضر. في الوقت ده فولكان كان بيتغدى مع يو وليزا، وبيقول لهم انتوا عيلتي بعد ما ابويا وجدي ماتوا، واللي بينا رابط قوي جدا، اقوى كمان من رابط الدم، ومستحيل نفترق عن بعد مهما حصل. وعلى الجانب الاخر شينرا بيقول لارثر ويرس انا حاسس ان دكتور جيفاني عاوز يخلص على فولكان، انا اروح اشوف في ايه وانتوا حذروا فولكان. وفعلا بيمشي وبيقول لارثر انا هسيب البيع عليك. وفعلا بنشوف دكتور جيفاني وهو بيعطي الامر لجنوده انهم يقتلوا كل اللي في الورشه، وساعتها بيقلعوا لبس جنود الاطفاء بتاعهم وبيكون لابسين تحته رداء ابيض، معنى كده انهم تبع دندوشا، صدمه بكل المقاييس. المهم في الوقت ده ارثر بيروح يحذر فولكان، ولكنه مش بيصدقه، بيقول له حركه رخيصه قوي منكم عشان بس تخلونا نضم ليكم، يا خساره كنت فاكركم غير باقي الفرق. ولكن فجاه بيبص بيلاقي ناس كتير محاصرين الورشه، ففولكان بيتصدم من المنظر. نروح بقى لشينرا واللي في حد بيغفله وبيلف عليه حبل بيتحكم فيه من بعد، وكان هيخنقه، ولكن شينرا بصعوبه جدا بيقدر يفك نفسه، ويا دوب بيشم نفسه بيلاقي ايد صناعيه بتهاجمه، وبيحاول يتفاداها ولكنه بيتعرض لكهرباء عاليه جدا وبيقع على الارض مغمى عليه. وبيطلع اللي ورا ده هو دكتور جيفاني القذر، وساعتها بيكلم القاده بيقول لهم انا قبضت على اللي بتدوروا عليه، تعالوا خدوه وانا هروح اجيب المفتاح اللي مع فولكان عشان نبدا في خطتنا وندمر العالم كله. اما بقى بالنسبه لارثر واللي بيقول لفولكان انا حذرتك وانت ما سمعتش كلامي، وانا مش معايا اي اسلحه ولا هعرف اقاتل كويس الا بلبسي يليق بفارس زيي. فساعتها فولكان قال له سهله، وبيحط على كتافه ملايه وبيعطيه راس حمار وبيقنعه ان بقى شكله زي الفارس بحصان، وارثر يعني بيصدقه وبيبقى فرحان وبيعيش دور الفارس اللي راح ينقذ اميرته. وبضربه واحده بس بسيفه بيلاقي كل الجنود اللي واقفه اختفت، وبيكتشف انهم نسخ الاثنين بس ومش جنود اصليين، وحرفيا كان عامل احلى شغل معاهم لحد لما واحد منهم بيعمل نسخه من ارثر. وساعتها ارثر بيتصدم اول لما شاف نفسه وعرف انه لا فارس ولا نيله، ومن وقتها ما عادش عارف يقاتل. وساعتها فولكان لما شاف كده قال لإيريس خدي ليزا ويو واهربوا من هنا بسرعه، هم كده كده عاوزين انا ومش هسامح نفسي لو حصل لكم حاجه بسببي. ولكن ليزا بترفض وبتقول له احنا عيله واحده ومش هنهرب ونسيبك، بس على الاقل عرفني هم عاوزين ايه منك. قال لها كل اللي اعرفه كرهي ليهم لانهم سلبوا مني عيلتي وكل شيء ونسبوا لنفسهم، الاماتراس وجدودي هم اللي بنوها، ومتاكد انهم هم اللي موتوا ابويا وجدي. فليزا بتصطنع اللطافه وبتقول له بما ان اهلك اللي بنوا الاماتراسو اكيد انت عارف فين مفتاحها. ولما بينكر ده ليزا بتطلع طاقه ناريه من ايديها وبتضربه بيها، والكل اتصدم دي طلعت تبعهم. ولما يو حاول يوقفها قامت ضربه هو كمان، وبتقول لفولكان ما كنتش اعرف انك غبي للدرجه دي، وانا قدرت اخدعك بالسهوله دي، انا اصلا من اتباع دندوشا المبشر وجيت لك عشان اعرف مكان المفتاح، بس خلاص اللعبه انتهت ودكتور جيوفاني هو اللي هيتصرف معاك. وفعلا بيوصل دكتور جيوفاني. اما بقى ارثر فكان لسه بيعاني بره ومش عارف يقاتل. المهم جيوفاني بيقول لفولكان انت غبي زي عيلتك لانهم بيثقوا في الناس بسرعه زي ما جدك وثق فيا، وبيقول له هات لي المفتاح احسن لك. ولكن فولكان
بيقول له انا ما اعرفش حاجه عن المفتاح ده، وده اللي خلى دكتور جيوفاني يمسك يو وفضل يخنق فيه، ومش كده وبس، ده قام ضربه طلقه في صدره ويو كان هيموت خلاص. وساعتها جيوفاني قال له قدامك وقت قليل ويو هيموت، فعرفني مكان المفتاح بسرعه عشان تلحق تنقذه قبل ما يفارق الحياه. وساعتها فولكان بيحلف له انه ما يعرفش مكانه، وده اللي خلى دكتور جيوفاني يتعصب ويفضل يضرب فيه. ومش كده وبس، ده فضل يكسر في الاختراعات بتاعته ومسك البروجيكتور وفضل يرزع فيه لحد لما خلاه حتت صغيره. وساعتها اريس بتقول له ارجوك كفايه تدمير في البروجيكتور لانها الحاجه الوحيده اللي فاضله له من اهله، ولكنه مش بيعبرها وبيكمل تكسير. وفجاه بيلاقي المفتاح جواها وبياخده. وفي ذلك الوقت هيبانا بتوصل عند شينرا واللي بيكون مربوط ومتكتف، فبتحرره وبتقول له كويس انك حطيت السماعات في هدوم اريس لاني كنت خايفه عليكم، والحمد لله وصلت في الوقت المناسب. وساعتها شينرا بيشكرها وبيطير باقصى سرعته عند الورشه وبيدخل يدي واحده لدكتور جيوفاني بالطياره بعيد وبيكسر بيه الارض. نرجع تاني هيبانا اللي بتوصل عند ارثر وبتلاقي الراجل الملثم مدخله جوه سراب وعدد لا نهائي من النسخ، وبيقول له ورينا هتعمل ايه. فساعتها هيبانا بتطلق ازهارها الساخنه جدا على السراب فبيتلاشى. وعلى الجانب الاخر ليزا بتهاجم شينرا بنيران مغناطيسيه على شكل ازرع اخطبوط وبتثبت شينرا وما بيكونش عارف يتخلص منها. وساعتها اريس كانت بتحاول تعمل اي حاجه وبتضغط على كل الزراير اللي في الورشه وبيطلع ان دي فخاخ فولكان عاملها وبتطلع ادوات مغناطيسيه. وساعتها النيران بتاعت ليزا بتسيب شينرا وبتنجذب ليها، فشينرا بيستغل الفرصه وبيغفل دكتور جيوفاني وبيطيره بره الورشه. وساعتها بيحس بكهرباء في رجله تاني وبيبص المره دي وبيلاقي واحد واقف وبيقول له انت بقى اللي كل شويه تتواصل معايا عن طريق شعله التكوين ادولا اللي ربطانا سوا. فشينرا بيتصدم وبيقول له انت اخويا شو، اخيرا لقيتك، وبيعيط من كتر الفرحه وبيقول له تعالى في حضن اخوك الكبير يا شو، ولكنه بيتفاجئ ان غزه بسيفه في لمح البصر وبيقول له انا هاخدك غصب عنك. فساعتها ارثر بيجري عليه ولكن شوف ثانيه بيطعنه بسيفه. فشينرا بيستغرب من سرعته لدرجه ان ما كانش لاحق حتى يشوف حركه سيفه، وفي ثانيه الا ثانيه شو بيضربه مره ثانيه وبيوقعه على الارض وبيقول له اتبعه هاتوه واقتلوا الباقيين. ولكن فجاه فيكتور بيجوا معاه عربيه وبياخد فولكان والباقيين، ولكنهم قبل ما يمشوا فولكان بيبص على ليزا وبيقول لها ارجوكي تعالي معايا وبيمد لها ايده، وهي كانت هتروح معاهم لكنها بتتراجع في اخر لحظه. وفي الوقت ده شو بسرعه البرق بيحصلهم وبيعترض طريقهم، فساعتها الجوكر بيتصدى له وبيشتركوا مع بعض. ورغم قوه الجوكر شو قدر يقطع جزء من قبعته. وساعتها الجوكر بيقول له ملوش لازمه ان قتلك، انا كنت بس بعطلك لحد لما خليهم يهربوا، وبيسيبوه وبيمشي. وبعد كده بيروحوا المستشفى عشان يعالجوا يو وارثر. وساعتها شينرا بيتكلم مع فولكان وبيقول له بعد اللي حصل انت مش هتكون في امان لو رجعت على ورشتك، فيا ريت تيجي معانا عشان نحميك، وانا اسف اني ما قدرتش احمي يو. ففولكان قال له دي غلطتي لاني ما صدقتش ارثر لما جالي وحذرني من دكتور جيوفاني، بس انا متاكد ان كل حاجه هتتصلح ويو هيقوم بالسلامه وهقدر ارجع ليزا ليا تاني، وانت كمان هترجع اخوه. وبعد ايام ارثر بيفوق ويو بيعدي مرحله الخطر، واوبي بيجي وبياخد فولكان معاهم للمقر. واول لما بيوصلوا ملازم هينوا بيكون مجهز ليهم اكل كتير، وكالعاده ارثر وشينرا بيتخانقوا على الاكل، وماكي وتاماكي واريس بيفضلوا يتكلموا ويضحكوا. ففولكان بيحس بالدفء ما بينهم وبيحس انهم مختلفين عن باقي الفرق. وساعتها اوبي قال له انا عارف ان قانون عيلتك يمنع ان اي حد ينضم لجنود الاطفاء، بس احنا هدفنا زيك وهو انقاذ حياه الناس، وما احناش شبع اي جهه ومحتاجين في فريقنا مهندس عبقري زيك، وحتى لو رفضت انك تنضم لينا فاحنا هنفضل نحميك. ففولكان بيقول له سيبني شويه افكر وهرد عليك، وبيرجع تاني لورشته عند قبر ابوه وجده وبيقول لهم سامحوني ان هنقض عهدي معاكم واخالف قوانين عيلتنا لاني قررت انضم للفرقه الثامنه عشان اقدر احقق حلمي واسترجع الناس اللي بحبهم، وطبعا يقصد ليزا. وبعد الاحداث دي الملازم كارم وكينرا وهيبانا بيروح عند الفرقه الثامنه عشان يتعاونوا مع بعض ويتشاركوا المعلومات الجديده. فساعتها اوبي بيقول لهم اللي حصل في الورشه، وقال لهم في الاخبار ان اللي حاول يقتل فولكان هو واحد منتحل شخصيه دكتور فيوجاني مش فيوجاني نفسه، وقبضوا عليه، مع ان فولكان اكد لي ان اللي جاله هو دكتور فيوجاني، واللي قبضوا عليه ده كبش فدا لان شركه هيجيما خافت على سمعتها. فهيبانا قالت له ده في كمان اشخاص كتير كانوا في الفرقه الثالثه ومشوا فجاه، وده معناه انهم كانوا جواسيس للمبشر واللي هو دندوشا. وساعتها ملازم كارم قال لهم منظمه زورودال الابيض شكلها كبيره قوي وزارعين جواسيس في كل مكان، فلازم نعرف مقرهم فين ونقضي عليهم. فاوبي بيقول لهم وده اللي انا عملته بالظبط، وبعت فيكتور لورشه فولكان عشان يفحص المكان ويتتبع اثرهم. فهيبانا قالت له حتى لو انت عرفت مقرهم هل تفتكر انك والمستجدين اللي في فرقتك هتتغلبوا عليهم؟ فاوبي قال انا واثق في قدراتهم. فكارم قال لهم هم ناقصهم بس يخوضوا قتالات حقيقيه عشان يكتسبوا خبره اكتر لانهم متهورين. فكونرو قال لهم سيبوا ده على الفرقه السابعه، وبيروح يكلم شينمون وبيقول له انا هبعت لك شينرا وارثر تدربهم بما انهم ساعدونا قبل كده. فبيوافق، وبعد شويه شينرا وارثر بيوصل عنده، واول ما بيدخلوا بيغفل شينرا وكان هيخنقه وبيقول له انت لازم تكون مقوي دفاعك طول الوقت لانك مش هتعرف الضربه هتجيلك منين، ولو غفلتوا هنا ثانيه هقتلكم. وعلى الجانب الاخر فولكان كان بيصنع اجهزه عشان تساعد الفرقه الثامنه، وبيصنع للقائد اوبي كره مغناطيسيه بتجذب اي نار ليها وبتطفيها، ودي هتفيده بما انه ما عندوش اي قدرات. نرجع تاني لشينمون واللي بيقول لهم قبل ما تدخلوا في اي قتال لازم تحسوا بقيمه حياتكم وحياه الناس اللي بتحبوها
تكسبوها. لو قدرتوا تعملوا ده هتقاتلوا بكل قوتكم، مش هتتهزموا بسهوله لانكم بتقاتلوا الهدف. وبيقول لهم هاجموني دلوقتي بكل قوتكم، وفعلا بيهجموا عليه ولكنهم مش بيقدروا حتى يلمسوه. فبيقول لهم مشكلتكم ان كل هجماتكم متوقعه، لازم كل واحد فيكم يستغل قدرته ويعمل ضربه قاضيه يخلص بيها على اعدائه. وبيجي عندهم فيكتور وبيقول لهم انا عرفت ليه شينرا ضعيف، لان نيرانه متفرقه وعشوائيه، فلو ركز وجمعها في نقطه واحده هيطير زي الصاروخ. فشينمون قال له كده انت عرفت ضربتك القاضيه، روح اتدرب عليها لحد لما تتقنها، وانا هقاتل ارثر لحد لما نكتشف ضربته القاضيه. وفي الوقت ده فولكان صنع لماكي جهاز اسمه تاكيو، واللي بتقدر تتحكم فيه بنيرانها، وده لان اي حد عنده قدره يقدر يصد النار ويطفيها، فبالجهاز ده هتقدر تصيبه اصابه كبيره جدا ومش هيقدر يطفيها. نرجع تاني لشينرا اللي كان عمال يتدرب عشان يتقن ضربته القاضيه وما كانش عارف. فالقائد شينمون علمه فنون القتال وان كل حركه بالايد لها معنى، وعلمه حركه بصوابعه هتخليه يركز ويتحكم اكتر بالنار. وفعلا بيعمل كده وبيقدر يطير بسرعه الصاروخ لدرجه ان الارض بتنفجر تحته من سرعته، وشينمون مش بيكون مصدق انه اتقنها بالسرعه دي. وفي تلك الاثناء ارثر كان جاب اخره من كتر القتال مع شينمون، فشينمون قال لهم كفايه عليكم كده النهارده وبكره هنكمل. وتاني يوم كونرو بيعلم ارثر اساليب قتال الساموراي. اما بالنسبه لشينرا فكان بيتدرب مع شينمون، والجدير بالذكر يا اصدقائي ان قوه شينرا زادت جدا لدرجه ان كان هيصيب شينمون في دراعه. وساعتها شينمون قال له انت كده خلصت التدريب، وقبل ما تمشي عاوز اوصيك على اخوك لان هو ده عيلتك الوحيده، حاول ترجع ليك مهما كلف الامر. وعلى الجانب الاخر كلنا بنتفاجئ اننا بنشوف شو في العالم السفلي، واللي بيقول لاتباعه اكيد بعد اللي حصل في الورشه هيعرفوا مكاننا هنا ومش بعيد يكونوا على وصول اصلا، فالكل يستعد. وفي الوقت ده اوبي بيجمع اعضاء فرقته، بيقول لهم بناء على ابحاث فيكتور احنا عرفنا مقر اتباع المبشر اللي بيكون تحت الارض يعني في العالم السفلي. فاريس بتتخض اول لما بتسمع كده وبتقول بس ده مكان نجس والشمس مش بتطوله ومحرم اصلا علينا اننا نروح هناك. وشينرا بيتذكر لما كانوا صغيرين وقد ايه شو كان بيخاف من الضلمه، وهو بيطمنه وبيقول له طول ما اخوك موجود هيحميك. فاوبي بيقطعهم وبيقول لهم مش قدامنا حل تاني للاسف، ولازم الكل يستعد كويس لان مهمه بكره مش سهله وممكن نروح ما نرجعش. المهم تاني يوم بيجي والكل بينطلق، واوبي بيقول لهم انا خدت الاذن من المعبد وسمحوا لينا ننزل تحت. واول لما بيوصلوا لبوابه محطه مترو قديم ودي اللي هينزلوا منها للعالم السفلي بيكونوا مرعوبين، واريس بتفضل تدعي عشان ربنا يحميهم، وفولكان بيفتح لهم البوابه وبيدخلوا. فاوبي بيقول لهم خلي بالكم محدش يمشي لوحده، خلونا كلنا مع بعض. وفي تلك الاثناء يونا وفيراج بيعملوا كميه كبيره جدا من السراب ونسخ منهم عشان يفرقوهم عن بعض وبينجحوا في كده. والاخبار بتوصل لشوفا بيقول لهم ممتاز ابعتوا بقى القاتل اسلوت عشان يخلص عليهم. وفعلا اسلوت بيروح اول عند تاماكي وبتكون معاها اريس وبيقول لهم انتم اول اتنين هتموتوا النهارده. اما بقى ماكي فبتكون لوحدها وبتكون مرعوبه من الضلمه، وبيوصل عندها واحد قوي جدا اسمه فلايل ومعاه اتباعه، وبيقول لها لو كنت اعرف انك بنت ما كنتش جيت بنفسي. وبيقول لاتباعي يخلصوا عليها، فواحد منهم بيهجم عليها ولكنها بتشقلبه على الارض وبتقول له انا اوريكم البنت دي هتعمل فيكم ايه. وده اللي خلاهم يهجموا عليها بالنيران، ولكنها بتصدها كلها. ومش كده وبس، دي بتستخدم جهازها الجديد وبتضرب بوكسات في كل مكان وبتخلص على اتباع واحد ورا التاني. ففلايل بيتصدم وبيقول لها تعالي بكل قوتك، وبيهجم عليها بمطرقته الناريه الضخمه وكان هيفعصها، لكنها في اخر لحظه بتقاومه وبتصدها وبتديه واحده في وشه بتطيره بعيد. ومش كده وبس، دي بتديه واحده في راسه بتلزقه في الارض. ممتاز يا ماكي. نرجع بقى لتاماكي واللي بتقول لاريس في انت بعيد وانا هتصدى له، لكنه كان قوي جدا وهي كانت بتعاني قدامه، بس بتتذكر انها هي اللي اصرت تيجي المهمه دي عشان تكفر عن ذنبها واللي عملته مع ريكا، رغم ان اوبي كان رافض ده. وبتقول انا لازم ابقى قويه زي شينرا وماكي واحمي اريس، وبتقوم وبتصد كل طلقاته الناريه وبطريقه ما بتشتت انتباهه. وساعتها اريس بتيجي من وراه وبتغفله وبتضربه بحديده ضربات كتيره جدا لحد لما بتفتت راسه. اما بقى بالنسبه للملازم هينوا اللي بيكون لوحده فبتعترض طريقه واحده اسمها ارو، وبتقول له كويس انكم جبتوا لنا شينرا لحد عندنا بنفسكم، وبتطلق عليه سهامها الناريه. واما بقى شينرا فكان بيدور على اخوه، فبيطلع له واحد وبيكتف فيكتور وبيحط السكينه على رقبته وبيقول له لو عايز تنقذه سلم نفسك وتعالى معانا. ولكن ساعتها شينرا بيستخدم حركه ايده اللي شينمان علمها له وبيطير ناحيته وبيضربه بسرعه الصاروخ وبينقذ فيكتور. نرجع تاني لهينوا واللي كان لسه بيشتبك مع ارو، والقتال كان عنيف جدا ما بينهم وبيتبادلوا الضربات، هو بمسدسه وهي بسهمها الناريه الفتاكه وبتقدر تصيبه بسهم، وبتقول له انتم شويه اغبياء لانكم جيتوا هنا ومحدش هيطلع عايش، وكده كده هناخد شينرا لدندوشا وانا هعمل ليك عرض لو سلمته لينا هعفو عنك وممكن اسيبك عايش. فهنا رغم اصابته بيغضب جدا وبيقول لها انت عاوزاني اسلمك واحد من رجالي، انا الموت عندي احسن. وبيطلق عليها بمسدسه طلقه قويه جدا اللي فولكان صنعها له، والرصاصه كانها خارجه من مدفع مش مسدس، وبيفضل يضرب عليها وهي تضرب عليه، وبعدين بيطلقوا اقوى طلقاتهم والمكان كله بيتهز من قوه اللي بيحصل. وفي الاخر هينوا بياخد ضرر كبير جدا وبيقع على الارض وما بيكونش قادر يتحرك، وبيقول في نفسه اكيد ارو ماتت، ولكنه بيتفاجئ انها واقفه قدامه. فبيقول لنفسه انا لو مت مين هيحمي رجالي، واذا كان انا اللي عندي
عادي، قدرات بعاني، امال اوبي هيعمل ايه؟ وبيشجع نفسه وبيقوم بالعافيه وبيهجم عليها باقوى هجوم عنده، واخيرا بيقدر يصيبها بعد ما استهلك كل قوته، ولكنه بيقع وما بيكونش قادر يتحرك. وساعتها يونا وميراج بييجوا عنده وبيقولوا له كده ارو عملت اللي عليها وجهزتك لينا واحنا اللي هنخلص عليك. فساعتها هينوا بيطلق رصاصه ولكنها مش بتكون ناحيتهم اصلا، فبيتريقوا عليه وبيقولوا له انت بقيت مثير للشفقه وما عدتش عارف تنشن صح. فهينوا قال لهم انا نشنت صح وانتوا الاغبياء. وبيبصوا بيلاقوا ارثر واقف قدامهم، وده لان هينوا شافه من خرم في السقف فضرب السقف عشان ينزل عندهم ويقتلهم. وساعتها ميراج بيعمل نسخ كتير منه وبيهاجم بيه على ارثر، ولكن ارثر المره دي مش بيتسرع وبيتذكر كلام شينمون وبيحاول يركز قبل ما يهاجم عشان يعرف الشخص الحقيقي من النسخه، وده لان الحقيقي هيكون عنده نيه للقتال وهيبان عليه من صوت نفسه، وده اللي خلى ارثر يصوب سيفه ناحيه الملازم هينوا وبيقسم العمود اللي وراه النصين. فهينوا بيقول له يا غبي هتموتني، انت سايب اللي بيهاجموك وجاي تهاجمني عشان بس تنفس؟ ولكنه بيلاقي ميراج وقع على الارض ومقسوم نصين. فارثر بيقول له هو عمل النسخ دي عشان يخدعني واستخبى هو وراك عشان يقتلك. ممتاز يا ارثر. وطبعا يونا لما بيشوف ده بيخاف وبيهرب، وارثر بيساعد هينوا وبيسنده وبيمشوا من المكان ده. نرجع تاني لماكي اللي اخيرا بتلاقي تاماكي واريس وبيمشوا الثلاثه مع بعض. اما بقى بالنسبه لفولكان واللي بيكون مع اوبي، وساعتها ليزا والدكتور جيوفاني بيجوا لهم، وليزا اول لما بتشوف فولكان بتتريق عليه وبتقول له تخليت عن مبادئك اللي كنت عرفنا بيها ولبست زي الجنود والاطفاء اللي كنت بتكرهه وبقيت واحد منهم وبقى شكلك مقرف. قال لها وانت شكلك جميل في اي حاجه حتى بالرداء الابيض. فليزا بتحن شويه وبتخاف عليه وبتقول له انت ازاي تيجي للموت برجليك؟ قال لها انا جاي عشانك يا ليزا، تعالي معايا ارجوكي. فساعتها ليزا بتعيط وكانت تروح معاه، ولكن جيوفاني كازر بيمسكها بيقول لها فلير انت هتنسى انا عملت لك ايه يا فلير ولا ايه؟ انت ناسيه لما كنت في الشارع وانا اخدتك وعلمتك ازاي تستخدمي قدرتك، ولولايا كان زمانك ميته وكلاب السكك بتنهش فيكي، وبامرك دلوقتي انك تحميني. فساعتها ليزا بتقول له تحت امرك يا سيدي، وكانه بيعمل لها غسيل مخ. فاوبي بيقول له انت انسان حقير عشان تستغل جهل واحده ضعيفه وتخدعها وتسيطر عليها. ولكن جيفاني قال له الجاهل الوحيد هو انت، واللي لحد دلوقتي مش عارف ايه سبب تحول البشر والحشرات اللي بتحولهم جت منين، وكمان سر شعلة ادولا بتاعت شينرا، وايه اللي حصل في الكارثه زمان وايه اللي بيحصل دلوقتي. ده انتوا حتى ما تعرفوش جندوشا عباره عن ايه بالظبط، واخركم انكم هتموتوا هنا ودلوقتي. وساعتها ليزا بتكتف فولكان واوبي بازرع الاخطبوط الناريه بتاعتها. وساعتها جيوفاني بيقول لهم مستحيل تتغلبوا على نيران ليزا اللي بالصدفه اكتشفت انها متوافقه مع الحشرات. فليزا بتقول لهم انا كنت في الاول بترعب من النيران لانها السبب في موت اهلي، لكن باستعمال الحشرات دكتور جيوفاني ايقظ قدرتي. وساعتها فولكان بيصرخ وبيقول لها ارجوكي فوقي، هو بيخدعك. وفي الاثناء دي اوبي باستخدام سيف معاه بيقدر يتخلص من قبضتها وبيقول لها صدقيني هو بيستغلك، وبيروح يهاجمه، ولكن ليزا بتمنعه وبتقول له انا كنت مشرده وهو اللي رعاني وخلى النار بعد ما كانت مصدر خوفي مصدر قوتي. فساعتها اوبي بيمسك طفايه حريق وبيحاول يطفي نيرانها وبيقول لها انا هنقذك من نيرانك اللي مقيداكي دي. فجيفاني بيقول لها خلص عليهم يا ليزا. وساعتها اوبي بتظاهر بالضعف وبيغفلها وبيحط قنابل تحت ازرع النيران بتاعتها وبيولع فيها. وساعتها ليزا بتعلى الارض وبتجيلها ذكريات قديمه وبتقول انا ايه اللي بعمله ده. وساعتها فولكان بيجري وبيشيلها، وده اللي خلاها تعيط في حضنه وتقول له ما تسيبنيش يا فولكان. ولكن القذر فيجاني بيقول لها فلير ايتها الحقيره انت مدينه ليا بحياتك، تعالي حالا. فليزا بتقوم وكانها منومها مغناطيسيا وبتقول لفولكان سامحني مش هقدر. وساعتها فيجاني بيشدها عنده بيلف حبل النار بتاعه حوالين رقبتها وبيقول لفولكان لو عاوز تنقذ حبيبتك خد المسدس اللي مع اوبي وخلص عليه. فساعتها فولكان بيقول له مش هقدر اعمل كده. قال له خلاص يبقى انت بتضحي بليزا، وضغط على الحبل وكان هيموتها، ولكن اوبي قال له نفذ كلامه بسرعه وانقذ ليزا. وفعلا فولكان بيضطر يطلق النار على اوبي واوبي بيقع على الارض، ولكننا بنتفاجئ انه ما ماتش. ففيجاني قال له ازاي انت ما عندكش اي قدره والبدل بتاعتكم ما فيهاش واقي طلقات. ففولكان قال له وانت مفكر اني هسيب قائدنا كده معرض للخطر ومش هخترع له حاجه؟ وبيقول له دلوقتي جه الوقت ان اختبر ادواتك اللي بتقاتل بيها واشوف هي متينه ولا لا. وبيهجم عليه وبيطيره بعيد وكان هيخلص عليه، ولكنه بيشوف ليزا مرميه على الارض وحالتها صعبه فبيجري عليها عشان ينقذها. واوبي بيكمل القتال مع جيوفاني وبيقول له انت كنت جندي اطفاء زينا وبتنقذ حياه الناس، ازاي دندوشا لعب في دماغك وخلاك كده؟ قال له انا كنت جاهل لما كنت بفكر زيك كده، الناس اللي انت عاوز تحميهم دول عباره عن وقود للنار والمفروض كلهم يتحرقوا ويموتوا. فاوبي قال له ما فيش سبب مقنع يخليك تحرق الناس مهما كان. فجيوفاني قال له احتراق البشر ده من قوانين الطبيعه وما ينفعش توقفه انت ولا غيرك. فاوبي قال له انتم اللي بتحقنوا الناس بالحشرات وبتحرقوهم مش الطبيعه، انتم ماشيين ورا مخادع كبير اسمه دندوشا لحس عقلكم. فجيوفاني اتعصب وقال له انت ازاي تجرؤ تتكلم كده؟ انت ما تعرفش هو عباره عن ايه ولا عقلك البشري هيقدر يستوعب ده، مفيش غير شينرا اللي ممكن فيكم يفهم ده. نروح بقى لشينرا واللي كان واقف مع فيكتور وفجاه بيحس بكهرباء في رجله تاني وبينتقل بروحه لمكان مخيف مليان شياطين مرعبه وبتجيله ذكريات حادثه موت مامته، وبعدين بيفوق ما بيكونش فاهم حاجه وبيبص بيلاقي شيء قدامه. نرجع تاني لجيوفاني
جيوفاني واللي بيكمل كلام مع اوبي بيقول له اللي بنخطط له حصل خلاص، وشعلة ادولا اللي مع شينرا اتواصلت مع القائد شو. وفي الوقت ده باقي الفريق بيوصل عندهم، وساعتها جيوفاني بيمشي وبيقول لهم مهمتي كانت اني اعطلكم لحد لما شينرا يتواصل مع القائد شو، وخدوا ليزا بس ابقوا قابلوني لو قدرتوا تغيروا افكارها وترجعوا لطبيعتها تاني. نرجع بقى تاني لشينرا واللي بيقول لشو انا جيت عشان ارجعك يا اخويا واوفي بعهدي مع امنا. فشو قال له انا مامتي الوحيده هي دندوشا، ومش متخيل ان واحده حقيره زي امك تكون امي. فساعتها شينرا بيتعصب وبيقول له مش هسمح لك تغلط في امنا، وبيشتبكوا مع بعض والاشتباك بيكون بسرعه البرق لدرجه ان فيكتور بيكون واقف ومش شايفهم اصلا من سرعتهم. وشو كان هيخلص على فيكتور هو واقف لولا تدخل شينرا اللي بينقذه. والقتال بيستمر يا اصدقائي، وشو بيوقف الزمن وبيطعن شينرا وبيقول له استسلم انت مش قدي، احنا في عالمين مختلفين. فشينرا بيقول له عمري ما هستسلم الا لما ارجعك ليا تاني، وبيهجم عليه ولكن شو بيوقف الزمن وبيضربه مره تانيه. وده اللي خلى فيكتور يتاكد ان شينرا مش خصم لشو. بيقول له اهرب يا شينرا، هو بيقدر يتحكم في كل حاجه لانه في العالم بتاعه، ولكن شينرا ما بيكونش فاهم حاجه. فشو بياخده المكان مخيف وبيقول له شعلة ادولا اللي عندي وعندك دي نار اصليه من الجحيم، والارض اللي احنا فيها دي غير طبيعيه ومليانه باللهب الاسود، وده بقى يا سيدي يبقى الجحيم، وانت قدرت تشوف ده لانك عندك شعله من الجحيم، واللي ورايا ده هو دندوشا. فشينرا بيقول له انت بقى اللي ورا كل احتراق البشر ده. فساعتها بيختفي الجحيم وبيرجعوا لمكانهم مره تانيه. وشو بيقول له رغم انك معاك شعله ادولا زيي الا انك ما خدتش بركات دندوشا زيي، واللي بتخليني اتحكم في اي حاجه واوقف الزمن واتحكم في درجه الحراره. فشينرا بيقول له حتى لو انت كنت اقوى مني مش هستسلم لان اخوك الكبير. فشو بيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه وحرفيا دشمله وبيقول له عمرك ما هتقدر تلمسني اصلا. فشينرا قال له بما انك هنا بقالك 12 سنه فانا هلعب معاك لعبه الطفوله عسكر وحرامي. فشو قال له انا مش فارق معاه الهبل ده، وبيهجم عليه وبيضربه وبيطيره بعيد. فشينرا قال له ما ينفعش تضرب حد في اللعبه وتعور اخوك الكبير. فشو قال له انا بقرف اول لما بسمع الكلمه دي، وده اللي خلى شينرا يجري عليه باقصى سرعته. ولكن شو قام مشقلبه وضربه بسيفه وخلاه ينزف. ومش كده وبس، لا ده فصل عن العالم وقال له كلها دقايق ومش هتستحمل وهتموت. فشينرا بيجري عليه وشو بيضربه ضربات كتيره ومتتاليه وبيقول له ليه مش بتستسلم وانت عارف انك مش قدي وانك هتموت. قال له بسبب صورتك وانت صغير اللي ما فرقتنيش طول ال 12 سنه، وانا عارف انك مش فاكرني ومستغرب انك فجاه يظهر ليك اخ، بس انت بالنسبه لي كل عيلتي والحاجه الوحيده اللي فاضلالي بعد موت امي. انا ما صدقت انك لسه عايش، مش هسيبك بالسهوله دي. وبيجري عليه باقصى السرعه عنده لدرجه انه بيختفي. وشو بيستغرب هو راح فين، وفجاه بيظهر قدامه وبيقول له هو انت لسه شفت حاجه. وساعتها شينرا من خلال وصلة ادولا اللي بينهم بيوريه ذكرياتهم سوا وهم صغيرين وكل ده، وفيكتور بيتفرج عليهم ومش مصدق ان شينرا قدر يتحرك بسرعه الضوء لدرجه ان جسمه انقسم لجزيئات صغيره ورجع تاني من كتر السرعه. وساعتها شينرا بيقول لشو خلاص قدرت اتحكم في سرعتي وهوصل لك. فشو قال له مش هتقدر لاني هوقف الزمن في مجالي، وفعلا بيعمل كده. بس العجيب ان شينرا بيدخل مجاله وبيقدر يضربه. وساعتها شو بيتصدم ازاي دخل مجال متوقف وهو مش تبع المبشر. فشينرا قال له بينك وبين المبشر صله قويه وعشان كده هو اعطاك القدرات دي، وانا عشان عندي مشاعر قويه ليك اتصلت معاك في الصله اللي بينك وبين المبشر، يعني اخدت قدرات المبشر عن طريقك. فساعتها فيكتور بيقول شو بيوقف الوقت عن طريق التمدد الحراري، وشينرا هو كمان بقى بيوقفه عن طريق التحرك بسرعه اسرع من الضوء. نروح بقى تاني لشو واللي بيقول لشينرا طالما احنا بقينا متساويين هاجمني بكل قوتك، وبيكملوا القتال تاني. وحرفيا القتال كان مجنون والمكان كله بيتدمر من قوه اللي بيحصل، لدرجه ان اتنين مش من البشر تبع المبشر كانوا بيراقبوا القتال وما كانوش ملحقين يشوفوا تحركاتهم، وبيقولوا يا ترى في كل كلمه بنقولها هم ضربوا بعض كام ضربه. وساعتها شو بيقول لشينرا استسلم بقى وانسى اللي في دماغك، انا عمري ما هبقى اخوك. وبيضربه بسيفه وبيخليه ينزف دم وبيقع على الارض وما بيقدرش يتحرك. فشو بيقول له يلا بقى تعالى معايا انا كسبتك خلاص. فشينرا بيقول له انا لسه ما استسلمتش وهكمل. وساعتها فيكتور بيصرخ فيه بيقول له ما تكملش يا شينرا، لو تعبت وانت بتطير بسرعه الضوء هتتفتت وتموت. فشينرا بيقف وبيقول لا مش هفشل المره دي، مستحيل اسيب اخويا الصغير. فشو بيقول له بطل تقول انك اخويا لاني بقرف. فشينرا بينطلق بسرعه الضوء وبيهجم عليه وبيقول له وانت صغير كنت طيب مش زي دلوقتي، وبيحاول يوريه ذكرياتهم مع بعض وهم صغيرين. وساعتها شو بيشوف ماضي شينرا وقد ايه كان بيعاني من اتهام الناس ليه بقتل امه واخوه ومسمينه الشيطان، وكان منبوذ من الكل رغم انه كان بيقول لهم مش انا اللي عملت كده، كان في شيطان بقرون جوه بيتنا وهو السبب، بس محدش كان بيصدقه. مش كده وبس، دول كمان كانوا بيتنمروا على ضحكته وما يعرفوش انها غصب عنه ووراه وجع والم كبير. فساعتها شو بيقول له ما عدتش توريني ذكرياتك، انا مش اخوك. فشينرا قال له من 12 سنه كنا انا وانت وامنا عيله سعيده وبنعرف نضحك من قلبنا وصوت ضحكتنا ولعبنا مش بيقف. وساعتها شو اول مره بيشوف شكل مامتهم وبترجع له ذكرياته المحذوفه وبيقعد يعيط. فشينرا بيقول له انا اسف اني سبتك تعاني في الظلام كل الوقت ده، وبياخده في حضنه وبيقول له من دلوقتي في نور وبس وما عادش في ظلام تاني، يلا نخرج من هنا. ولكن اذ فجاه شينرا بيطعن بسيف شو وشو بيخاف. فشينرا بيقول له دي مش غلطتك. وفجاه بتيجي البت اللي كانت بتراقبهم واللي اسمها
هوميا وبتقول لشينرا شكلك لسه ما اتحكمتش قوي في سرعتك الجديده وطعنت نفسك مع ان دندوشا عاوزك حي ولو مت هتبقى مشكله. فشينرا قال لهم انتوا هتستفادوا ايه بعد ما تجمعوا الناس اللي عندهم مواصله ادولا؟ قالت له فاكر الكارثه العظيمه اللي حرقت العالم؟ عاوزين نعمل زيها بس المره دي محدش هينجو منها. وبتجري على شينرا عشان تاخده معاها ولكن شو بيوقفها وبيقول لها عرفيني اول انتم عملتوا ايه فيا من 12 سنه. فهي رفضت. فشو بيستعد عشان يوقف الزمن ولكنه بيتفاجئ ان ما عادش عارف، وده لانه لما اتمرد على المبشر وفاق من غسيل المخ اللي كان معمول له المبشر سحب الدعم بتاعه ليه. وساعتها هوميا بتقدر تصعقه بالكهرباء بتاعتها وبتعمل له غسيل مخ مره تانية وبتسيطر عليه. وكانت لسه تاخد شينرا هو كمان لكن هنا وباقي الفريق بيوصل وارثر بيضربها بسيفه البلازمي وبيبعدها عن شينرا. وارثر بيقول له استحمل واوعى تموت، امال انا هتشاكل مع مين؟ وساعتها هوميا بتحاول تسيطر على ارثر بقدرتها ولكنها ما بتعرفش بسبب سيفه رغم ان ماكي والباقيين بيفشلوا انهم يسيبوها. وساعتها الملازم بيقول لهم ساعدوا شينرا بسرعه وهاتوه وانا هشغلها. وساعتها هوميا كانت هتصيب الملازم ولكن ارثر انقذه بسيفه في اخر لحظه. وبيجي اوبي بيوقع عليها عمود ضخم وساعتها بيحصل زلزال كبير جدا. فهوميا قالت المبشر بدأ خلاص وانا هضطر امشي دلوقتي وبتاخد معاها شو والمكان خلاص كان على وشك الانهيار. فاوبي بيقول لهم الكل يخرج بسرعه وفعلا بيخرجوا لكن شينرا بتكون حالته خطيره جدا وبيفقد الوعي. وساعتها بينقلوه بسرعه لمستشفى جنود الاطفاء بتاعه الفرقه السادسه. وفعلا اوبي بيروح يكلم القائده كايكو هوانك وبيقول لها ارجوكي انقذي شينرا، ده اهم واحد في رجالي. قالت له انا هعمل اللي اقدر عليه بس مش هضحك عليك اصابته خطيره جدا ولو نجم ممكن يتصاب بشلل وما عادش يتحرك تاني وكمان دي اول مره اعالج حد نيرانه اصليه من الجحيم. فاوبي قال لها انا واثق فيكي. وداخل غرفه العمليات بتقدر تخرج السيف من جسمه وكده فاضل بس انها تعالجه بقدراتها الناريه اللي على شكل تعبان. وفي الوقت ده ايريس كانت بتصلي وبتدعي له والملازم كان بيتعالج هو كمان. اما فولكان فكان مع ليزا لانها في صدمه نفسيه وفيكتور كان بيكمل بحث في اللي حصل. اما ارثر وماكي وتاماكي واوبي فكانوا مستنيين بره عشان يطمنوا على شينرا. وبعد 3 ايام شينرا اخيرا بيفوق وساعتها بيزعل وبيقول ليه ياخدوا مني اخويا بعد ما قدرت ارجعه لحضني. ويس فجاه بيدخل عليه القائد بارناس وبيقول له كنت عارف انك هتنجو، الحمد لله على سلامتك. فشينرا قال له انت بنفسك جاي تطمن عليا؟ قال له انا جاي لك عشان اجاوبك على سؤال بخصوص الحريق اللي حصل من 12 سنه. فشينرا قال له يعني انت كنت تعرف كل حاجه وتعرف ان اخويا لسه عايش وان اتباع المبشر هم اللي خطفوه؟ قال له ايوه. فشينرا بيتعصب وبيمسك فيه بيقول له طب ليه ما انقذتهوش او حتى عرفتني الحقيقه؟ فبارناس بيزقه بعيد وبيقول له بعد 12 سنه من التدريب والنضج وكنت هتموت فما بالك وانت صغير، قولي كنت هتقدر تعمل ايه؟ قال له طب لما قابلتك قبل كده انا كنت قوي ليه ما قلتليش؟ قال له تعالى قاتلني ووريني قوتك دي. وفعلا شينرا بيبدا يهاجمه بكل قوته. وساعتها بارناس قال له هي دي بقى سرعه الضوء اللي اخدتها من دندوشا. وشينرا كان اخد القتال تحدي وبيقاتل بكل قوته. وساعتها بتيجي ملازمه الفرقه السادسه واللي اسمها اساكو وبتقول له انت بتعمل ايه؟ انت لسه ما تعافتش بالكامل، ارجع تاني للسرير بتاعك. فقسيس الفرقه الاولى واللي كان واقف برضه قال لها سيبيهم هما الاثنين اعدد من بعض ومش هنعرف نوقفهم. نرجع تاني لشينرا واللي كان غضبان جدا من بارناس وبيقول له مهما قلت لي مبررات انا مش متقبلها. فبارناس فعل خاصيه الحاجز الناري بتاعته وقال انا بفكر بعقلي مش بمشي ورا مشاعري زيك، وانت وقتها كنت طفل ضعيف وانا خفت عليك وكنت عاوز احميك لان الضعفاء بيموتوا ولو انت قدرت تلمسني هعرف انك بقيت قوي كفايه انك تسمع الحقيقه. فشينرا قال له مش انت كنت جاي اصلا عشان تقولي من نفسك؟ فبارناس قال له غيرت رايي. فشينرا اتعصب جدا وهجم عليه بكل قوته ولكنه فشل انه يخترق الحاجز الناري بتاعه وفضل يحاول ويزود في سرعته لحد لما اخترقها اخيرا وقدر يسيب ايده. وساعتها بارناس قال له انت بقيت اقوى كتير عن الاول وهقول لك الحقيقه لان كل اللي انت فاهمه غلط. وتعالوا بينا يا اصدقائي نرجع بالزمن 12 سنه لورا تحديدا عند بيت شينرا. وساعتها بنلاقي هوميا وهي صغيره ومعاها واحد من اتباع المبشر وهي واقفه فوق بيت شينرا وبتقول له انا متحمسه قوي لان شعله ادله جديده هتظهر هنا زي ما قال لنا المبشر. وفعلا بتتحكم في شو بقدراتها. نرجع تاني لبارناس وهو بيقول لشينرا من 12 سنه جالنا انذار ان في حريقه في بيتكم ولما حاولنا نطفيها ما عرفناش فعرفت انها نار ادولا واللي كان السبب في الحريقه دي هو اخوك شو وهو اللي ايقظ قدرتك للاسف والوحش الشيطاني اللي انت شفته يوميها دي مامتك. فشينرا قال له مستحيل، يعني انا طول السنين اللي فاتت دي كنت عاوز اقابل الشيطان ده عشان ادمره زي ما دمر عيلتي وفي الاخر تقول لي دي مامتي؟ طب هو فين دلوقتي؟ فبارناس قال له انا ما اعرفش، اول لما دخلت الحريق لقيتها وهي متحوله لشيطانه وهربت باخوك وكان حد متحكم فيها واضطريت اكذب عليك لاني خفت عليك لما شفت قدرتك اتفعلت بس وقتها كانت ضعيفه فانا فكرت اني لما هقول لك النار موتت امك واخوك هتكره النار وتخاف تفعل قدرتك وساعتها قدرتك هتضعف ومش هيدور عليك انت كمان وبكده اكون حميتك من العالم ده. بس للاسف انا كنت غلطان لانك استخدمت قدرتك وبقيت اقوى عشان تعرف الحقيقه. فشينرا قال له طب انت ازاي عرفت انها نار ادولا ومش نار عاديه؟ فبارناس قال له عيني راحت تمن المعرفه وده بسبب اني شفت نار الجحيم وبكده انت عرفت
عرفت الحقيقة كلها. وبعد كده بيمشي وبيسيبه. وساعتها شينرا بيقول الوحش الشيطاني ظهر لي لما عملت رابطة مع أدولا قبل كده، يعني لو عملت وصلة تانية هعرف اشوف الوحش اللي هي امي، بس ازاي هعرف اعمل الرابطة دي مرة تانية؟ فساعتها الملازمة اساكو بتيجي لشينرا وهو بيلاحظ الشبه اللي بينها وبين قائد الفرقة الرابعة هاجوي، وبيسألها وبيطلع ان ده جدها، فبيطلب منها تكلمه وتخليه يوافق يقابله يمكن يعرف معلومات اكتر عن وصلة أدولا. وبعد كده فولكان بيروح ياخد شينرا من المستشفى وبيرجع مقر الفرقة والكل بيكون فرحان ان بقى كويس. وساعتها شينرا بيحكي للقائد اوبي عن اللي بارناز قاله له، وبيقول له انا حاسس ان هاجوي يعرف معلومات عن وصلة أدولا وعشان كده طلبت من حفيدته انها تنسق موعد معاه عشان اقابله. فاوبي بيقول له حتى لو قابلته مامتك دي بقت شيطانة وانت عارف المفروض احنا بنعمل ايه مع الوحوش. قال له انا واثق ان هلاقي طريقة ارجع بيها الوحوش لبشر مرة تانية. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ والاحداث الرائعة اللي بتنتظرنا؟ وايه سر النار دي؟ ومين اللي بيحطها في الناس؟ استنونا في الموسم الثاني من فاير فورس، لان في الموسم ده كل الاسرار هتتكشف. والسلام.